بفرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریوتی مثلبین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان بابا خوی نشین بکن تاجی جیهان کسنه به کردن برن کسنه به کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا تحية للضيوف الكرام وتحية لكل من يستمع إلينا الليلة. اليوم سنتحدث عن شخصية استثنائية كردية، هو الشاعر حامد بدرخان من عفرين من قرية شيا. اسمه حامد ابن مراد ابن حسن خضر. كتب الشعر ب4 لغات: الكردية والعربية والتركية والفرنسية. ولد عام 1924 وهاجر مع عائلته مجبرا منذ الطفولة إلى تركيا. درس في مدارسها وحصل على الشهادة الثانوية، ومن ثم درس الأدب التركي في جامعة اسطنبول، ودرس اللغة الفرنسية في المعهد العالي. وكأن لسان حال شاعرنا محمود درويش يقول: كل قلوب الناس جنسيتي فلتسقطوا عني جواز السفر. كان الشاعر الذي يتنقل ما بين الحدود لينقل الأحلام التي لم تكن تعرف حدودا. كان ناشطا سياسيا وعمل كمحرر في جريدة جونايدن باسم حامد أراغون نسبة للشاعر الفرنسي لويس أراغون. سجن في أنقرة وهرب من السجن عام 1947 إلى مكان ولادته واستقر في دمشق. في هذا العام غير اسمه بسبب الخوف والملاحقة في اجتماع لجنة خبين عند ممدوح سليم، وأهدى الأمير جلادات بدرخان في هذا الاجتماع اسم عائلته له، وهكذا أصبح اسمه حامد بدرخان. بالعام 1951 تعرف على السيد رشيد عبد المجيد الذي كان أحد مؤسسي الحزب الشيوعي، ونستضيف معنا اليوم عدد من عائلته ليحدثونا عن الشاعر الذي كان يعمل، أقصد بذلك السيد رشيد، مدرس لغة عربية في قرية شيا. رشيد كان يعرف بوصول الشاعر عن طريق الحزب، وبدأ التواصل بينهم، فهم رفاق نضال وأصبحوا أصدقاء. حامد طلب من رشيد أن يعلمه اللغة العربية، وبعد مرور 10 سنوات نشر حامد قصائد باللغة العربية. ولعبت السيدة نازلي خليل زوجة رشيد دورا مهما في حياة الشاعر، حيث كانت بمثابة الأخت والأم والصديقة وكذلك الملهمة.
بعام 1981 صدر الديوان الأول للشاعر حامد بعنوان على دروب آسيا، الذي أهداه إلى ملهمته السيدة نازلي. وعام 1988 صدر الديوان الثاني بعنوان ليلة هجران. وكأن الشاعر كان يعرف أنه بعد قليل سيتركنا ويهجر. توفي الشاعر حامد بعد إصدار ديوانه الثاني ب8 سنوات بتاريخ 29 نيسان 1996 بالمستشفى بمدينة حلب. وهناك كتب وصيته للسيدة نازلي بتاريخ 21 أيلول 1986، محتواها أن السيدة نازلي علي لها كافة الحقوق وحرية التصرف بكل نتاجه الأدبي المنشور وغير المنشور. كذلك لها الحق في اختيار مكان الدفن. قررت السيدة نازلي دفن حامد في قريته على جبل يدعى حسا خضر كما كان يتمنى ويريد، فهي الأكثر من كان يعلم ماذا يريد. ووضع العلم الكردي على جثمانه وتم إنشاد النشيد الوطني من قبل جميع الحاضرين. أصدقاء حامد من الوسط الأدبي والفني كانوا جكرخوين، ناظم حكمت، وعمر حمدي، فهو كان كبير بين الكبار. أعمال الشاعر الأدبية في حياته كانت على دروب آسيا الذي ذكرناه وهو باللغة العربية وصدر عام 1981، وليلة هجران عام 1988 أيضا باللغة العربية. وبعد وفاته عمل الأصدقاء على نشر ديوان شبه عام 2007 باللغة العربية من تقديم الشاعر دحام عبد الفتاح، ديوان سردورة جياني باللغة الكردية عام 2007 من تقديم الشاعر محمد جزائر حمكو، الأعمال العربية الكاملة للشاعر حامد بدرخان عام 2009 التي تتألف من عدة دواوين التي دونت وجمعت من قبل عدة أدباء وشعراء. وكذلك ملحق الأعمال الكاملة للشاعر حامد بدرخان عام 2010 المؤلفة من 3 أقسام، والتي تحتوي على قصائد الشاعر الراحل في القسم الأول. أما القسم الثاني فيتألف من مقالات نشرها الشاعر في حياته، وكذلك القصائد المترجمة من الفرنسية والتركية إلى العربية. القسم الثالث يتألف من المقالات التي كتبت عن الشاعر حامد من قبل أدباء وشعراء ونقاد والأصدقاء المقربين. صدر الديوان باي جيان باللغة الكردية عام 2010. اسمحوا لي أن أرحب اليوم معي بضيوفي في هذه الحلقة بهذا البرنامج الذي نريده أن يكون كحلم عابر. لا نعلم كما قال الشاعر أستاذ إبراهيم الذي هو ضيف معنا موجود إذا كان العبور سيكون نحو الأمس أو نحو الغد، لكن ما نعلمه أننا سنعبر دائما نحو حياة جديدة نستذكر فيها كل من رحل عنا، خاصة العظماء مثل شاعرنا الموجود معنا. اسمحوا لي بالبداية أن أرحب بالسيدة مسكين عبد الحميد ابنة أبو فؤاد، حيث كان شاعرنا يعيش معهم بشكل دائم. واسمحوا لي أيضا أن أرحب بالفنانة سوزان بارماني، وهي أيضا ممن عاشروا الشاعر وعاشوا معه في بيت الوالد. وكذلك أرحب بالأخ فؤاد ابن أبو فؤاد والسيدة نازلي خليل زوجته، الذين هم عاشروا شاعرنا وكانوا معه لحظة بلحظة ووقت بوقت، وهم أكثر من يستطيع أن يحدثنا في هذه اللحظة عن شاعرنا. اسمحوا لي بأن أبدأ السؤال الأول وأوجهه إلى السيدة سوزانا بعد أن أكمل لائحة الضيوف، حيث سيكون معنا أيضا في القسم الثاني من البرنامج الأخ محمد دلي والدكتور حسن محمد من عفرين، وكذلك سيكون معنا حمكو جر والأستاذ إبراهيم اليوسف الشاعر والأديب، وهم كلهم سيشاركوننا اليوم بهذه الندوة القيمة حتى نستذكر شاعرنا ونتحدث عن مزاياه، وكل منا يدلي بدلوه بما يناسب الذكرى الطيبة لهذا الشاعر الذي يستحق التكريم حقيقة.
سيكون سؤالي الأول للسيدة سوزانا برماني. سيدتي، نعم. كيف كنت تسمعين الموسيقى في شعر شاعرنا؟ وهل غنيت أحد قصائده؟ كيف تقيمين شعره من الناحية الموسيقية؟ أشعار حامد من إذا اتجهنا إلى اللغة العربية، شعره حر وسلس وقريب، يعني كل الأجيال يستطيعون أن يفهموه. يعني كان بكثير أحيانا بيذكروا إنه أنا ما بحب أكتب بشكل معقد. أنا الفلاح، أولاد الشيء لازم يعرفوا يفهموا أشعاري. فكان شعره بالعربي لنا كتير قريب من، يعني كنا نفهمه، مع أنه أنا كنت لما أتذكر حامد بعمر 19 سنين. ف أما الكردية فلإلي أقرب لأنها هي لغة الأم. فكنت أحب بالثمانينات لما بلش حامد يكتب بالكردي. شعره كمان كان بسيط وكتير يعني سلس إنه واحد يلحنه، وأنا لحنت له غنيتين. ومع الأسف حبيت كتير أشوفه ب 96، ما وصلت أشوفه، وكنت أنا كمان بالمهجر. بدي أبلش، بس إذا بتسمح لي، أول شيء أنت تفضلت بذكر الوالدة. نعم. بدي قبل ما نبلش بكل شيء، الوالدة إلي عن ب 2017 كانت بتذكر بكل يوم في البيت، كل جلساتها هي وأبي بالمهجر يذكرون أصدقائهم اللي كانوا دائما بالطاولة بالبيت، كانوا مجتمعين على طاولة، ودائما كانوا يعطوا إلهام لبعضهم بالشعر وبالضحك وبالموسيقى. فهدول الأصدقاء أهم، كان ناس كثير مهمة، ما أحب أذكر واحد أو اثنين، في كل واحد بيعرف مين كان بيجي لعنا على البيت وبيشارك يعني جلسات اللي كانت بتصير ببيتنا بالسريان والمقاصد. فهون أمي بالبيت كانت بالمهجر بسويد، تعيش هالشي بخيالها كثير، كل يوم كانت بتحكي كل يوم. فهون بدي أسمعكم، كثير كانت بتحب شعر شيعة، وبدي أسمعكم الشعر هذا إذا بتسمحوا لي بس دقيقة. ماشي؟ تفضل تفضل. بعطوني الكاميرا. شيء جينا مسكينة شيرينة شاهية إيشو أبينا قهش يارا تمدينا ببرينا المدينة برجاب لك تريبانايا لساري كان أمرني دانيا بيشتادرا شبيجم أبين دارم بكنارا بحري بدارم برين من هنا دبينم قوبرا دانسر ديران هندا خبكين من هبي ددلدا جبو بجنا بدن بجاوي قلداي بدي تنا دوربيني وآشتيه دزگرتيا خبات كارا تم بمرا سراب وسرمدية شيه دجلة فرات خابور عفرين آبارشة دلي دايقايا شكستينا تريشين جابن و ريقادن ريري بلقراندنا رجين ويدنو شمرج دريج ودورا زاروك هورن در پرن برین کورن لی از ناوستم شیرین بینا چمایا قرینا زاروکایا نرینین دا روچکین دا دل آب ددن آبادکن اکسیری جان دمم دجیانا خادا بخوردانی دنفسنم هلبستن خا کروانی عشقی دبوری ولات ترى حرب هارك ست سعيد حفير
تبريز وشيرازي خالي وحريري وفضيات را مدي جزيري بسر فيرازي جيجر خين وهجار تيريش وبرازي مدارا سرندانا كردانا شبجم أبين دارا. شكرا جزيلا على هاي المفاجأة الجميلة. نحن سعيدين أنه نسمع صوت الوالدة تقول هذا الشعر الجميل بصوت الجميل. شكرا على هذه المفاجأة الجميلة. شكرا لكم. وهي يعني كثير كانت بتحب قصيدة الشيء، فالوالدة ما لها دارسة، ما يعني بعمر الكبير تعلمت انه تقرأ الكردي وتتقنه، ويعني كانت حفظانة أشعار حامد قلبا على يعني كل الأشعار وأشعار جيجرخوين و كثير أشعار من الشعراء حفظانة كانت. الله يطول، بيعطي كل الصحة وكل الأشياء الجميلة لكم يا رب. اسمحي لي أنه أنتقل عن السيدة مزقين اللي كتبت رسالة بالتخرج عن هذا الشاعر الجميل. قالت لي أنا كان بدي الشعب الألماني يتعرف على معاناة شعرائنا الكرد. شو المعاناة اللي كنت بدك تنقليها للشعب الألماني بعد التحية لإلك؟ مساء الخير. أنا حبيت إنه الشعب الألماني يتعرف عن معاناة شاعر كردي بيعيش ببلد عربي ومضطر إنه يكتب بلغة أخرى، يعني وشو هي المواجهات والصعوبات اللي بيعاني منها هذا الشاعر. وأخذت المثال هو الشاعر الراحل حامد بدر خان. شو المعاناة برأيك؟ المعاناة هي طبعا ما لازم ننسى نحن شعب كردي في سوريا، يعني الشعب الكردي بشكل عام مضطهد، ويعني أقل شيء إنه الإنسان لما ما يقدر يكتب بلغته، يعني هي أكبر معاناة برأيي. عدا عن ذلك طبعا الاتجاهات السياسية اللي بينتمي لها كل شخص، يعني هذا رأيي الشخصي. هل كان هو ممنوع من التعبير عن نفسه برأيك؟ برأيي أنا حامد كان يستطيع أن يعبر عن كل شيء، كان يستطيع أن يعبر عن الشعوب المضطهدة، كان ينادي بقلمه دائما. يعني بس المشكلة يعني إنه الواحد ما كان بيقدر ينشر كل شيء بشكل علني بسبب الملاحقات السياسية إلى آخره. يعني حامد كان يكتب كل شيء، كتب كل شيء كان بحس فيه، كل شيء كان بيقدر يعبر عنه كان يكتبه بقلمه. في شيء مميز من اللي كتبه موجود بذهنك وبيعني لك؟ طبعا يعني البعد الإنساني اللي كان يكتب عنه، كان يدافع عن الحرية والديمقراطية، كان يناضل من أجل توفير السعادة للبشرية، كان دائما بيقول خذوا مني كل شيء وأتركوا لي إنسانيتي. كان بيحب الأطفال، كاتب قصائد كثيرة للأطفال، خاصة أطفال قرية توشية. كان كان يكره الجوع ويرى أن الجوع عدو ويريد إبعاده عن العالم، وتمنى لو أن عيناه كانت عبارة عن أكياس طحين يعطيها لكل الجياع في العالم، كما قال في قصيدة عيناي في ديوان الأخطبوط: عيناي أكياس طحين للجياع للاجئين، دموع حب وحنين، عيناي نبع للعطش للفداء. شكرا جزيلا. اسمحي لي العفو. أنه انتقل عند السيدة نازلي اللي قالت لي أنا جيت كنت البيت ووجدته موجود داخل البيت وتعاملت معه كأحد أفراد البيت. خبرينا عن هذا الشخص سيدتي، اللي هو أنت دخلتي عروس على هذا البيت لقيتيه موجود وتعاملتي معه مثل ما تعاملتي مع جميع أفراد البيت.
شكرا لكم ومساء الخير. جد أنا أول ما إجيت لهذا البيت الدافي، الإنسان العظيم مثل حامد بدر خان، وقت اللي شفته وتلامست في هذا البيت بوجود أستاذ حامد، أحلى كلماته الصباحية، هالبيت اللي حتغضنوه هو عمي رشيد عبد المجيد، وتبقى أم زوجي نازلة خليل. كانوا أسرة مليئة من الحب والوطنية وأشياء جدا، يعني أي الشيء اللي شفته تعلمت كتجربة بحياتي، أحلى تجربة بحياتي هي وقت اللي شفت هذا البيت الوديع وحامد بدر خان موجود بيناتنا. المثقفين اللي كانوا بيجوا من كذا بلد، كان إلي أشوف دائما الجلسة الحلوة، قاعدين مع بعض. يعني في كتير شغلات خلتني أحترم هذا الشيء وأحبه كأسرة نحن بهذا البيت. فحامد له الفضل الكبير، والبيت اللي أنا موجودة فيه طبعا احتضنوا حامد بدر خان كمان. فهذا الشيء جعلنا نكون كأسرة، يعني ما حسينا إنسان غريب دخل لبيتنا. وخصوصا حامد كان بينادي بكل شيء، بيحبه لوطنه، لحبه للشعر، للموسيقى، دائما سعيد. نقعد معه ما كنا نحس الوقت شلون بيمشي، كتر ما كنا نستمتع بكلماته الحلوة. فهذا الشيء اللي تلمست من خلالي لهالبيت الوديع. شكرا. أستاذ فؤاد. نعم. أنت قلت لي شغلتين حلوين، قلت لي إنه كان هو يستشرف المستقبل، كان يقرأ بين السطور الأحداث اللي نحن عم نشهدها بالسياسة الآن، وأكثر من ذلك قلت لي إنه كان إنسان عطوف، وكان يقول لك كل أولاد العالم هم أولادي. خبرنا عن الجانب الإنساني والجانب الاستشرافي. حتى أنت قلت لي إنه كان يفكر بشكل علمي وكان يفكر بأشياء كثيرة. خبر جمهورنا يلي أنا بشكرها على تعليقاتها وعلى الكتابات اللي عم يكتبوها، وأنا بوجه لكم تحية كلكم اللي عم تسمعونا، وشكرا لكم، وبنتمنى انكم دائما تكونوا موجودين معنا. سمعني وسمع هالضيوف الاشياء الجميله اللي عندك. اول شيء وراح الشكر جزيل للمشاركين بالقناه والعمال الاداره والساده المشاهدين في كل العالم. انا عشت معه مراهقتي، يعني كاني هو الصديق المراهقه معي. يعني كنت بحس اني الصبح اكيد فيه. انا كمان يعني كنت شغوف بالشغلات العلميه كثير. كان يقول لي انا يعني اللي الشمس طلع، يعني اشرقت الشمس، بس نحن شفناها بعد 8 دقائق. يعني هو شارك من زمان بس الضوء وصل لعنا بعد 8 دقائق. يعني كان يعني علمني استاذ حامد كيف ان واحد يصنع من الخيال علم، ما يضيع بالخيال. وكنت اساله، يعني كنت شوي انا حسب سني المراهقه، يعني اني بذاك الزمن استاذ ليش ما عندك اولاد؟ كان يقول لي كل اطفال العالم اولادي. قلت له طيب. كان يعني بس اواخر السبعينات ومنتصف الثمانينات كان في روح ثوريه كثير وبوليساريو وهون، يعني كان كثير يكرر قاتل لورغا. يعني انا اشتهيت اعرف يعني مين قتل لورغا. عرفت لورغا بس مين قتله؟ جاوبني قال لي من اغا قريتي للامبرياليه العالميه. نعم. هذا الجواب.
يعني هذا ما وصلت لمرحلة الشباب، هذا مرحلة المراهقة، وشوي شوي كبرت. كان مثلا بيجي عنا أستاذ جيجارخون، شعراء، أدباء، كنت جليس معهم دائما يعني. وكان بنومه كثير حساس، يعني وقت اللي كان ينام ما كنت بحس اني هو نايم، يعني مثل كاني كمبيوتر بداخله عم بيشتغل. نعم. من ناحيه خبرنا بما انك كنت رفيق المراهقة، خبرنا عن الساعات اللي كان يبقى صافي فيها، يفكر فيها، بده يكتب فيها، كيف كان يتصرف بهاي اللحظات؟ اول شيء نحن بيتنا يعني بيت مضياف، شد يجونا ضيوف ما كان بتداخل اني هدول الضيوف مين هن، او ما كان بتداخل ابدا. بغرفه اخرى كان يكتب لحاله، يعني يكتب يعني يسوي له عالم. يعني عنده كان هيك قوه التامل، كان كثير قوي عنده قوة التأمل، وكان يعني يكتب. بعض الأحيان أروح لعنده أشوفه مشغول بالكتابة كأني هو والقلم والورقة قطعة واحدة، ما أحس يعني قطعة واحدة بالضبط يعني. بعد قليل أدخل في ضيوف كثير، بريد عازف موسيقى، هو كمان يعني كان يعرف إني أنا ذواق الشعر، بتأثر بالشعر. انا من غفله منه هيك اطلع على الشعر، اقرا حسب الشعر اللي انا شفته. كنت اعزف موسيقى وكان يكمل بعد ما اعزف، كان يكمله. يعني كان بيحب موسيقتي كثير، وكان بالاخص بالسهرات الخاصه واذا ما بدي يكتب كان يحب اغنيه يا جيجارخون من تاريخها شبه هجران، ليله هجران. نعم نعم. خبرتني حادثة كمان عن الوالد. سمعنا شو كان الوالد يعمل بالقامشلي وشو عمل هو بنت جيجارخون، خبرنا. والدي طالما عم نذكر صديقين نحن، صحيح، والدك وشاعرنا الكبير، خلي كمان نذكر هيك ولو بلمحة صغيرة، شغلة صغيرة عن هذا الوالد العظيم اللي جمعكم كلكم داخل هذا البيت، والست العظيمة والدتك. خلي أيوة. كمان نتذكر شيء عن الوالد، خبرنا لو سمحت. والدي أول قرعة عسكرية بعد جلاء الفرنسي من سوريا، مواليد والدي 1929. أول قرعة في سوريا راح الجيش، خدم فرزوية قامشلي، خدم بقامشلي. كان دائما بيت جيجارخون يطلع من السكنة هو وبنت جيجارخون. هذاك الوقت كان الشاعر جيجارخون كان شيوعي بذاك الزمن، وولاده. وكان بنته سينام بنت جيجارخون كان هي وابوي. وسينام يعني كانت قبضاي، يعني كثير قبضاي، يعني ابوي كان يشبه لي جيفارا. نعم. وكان يرزقوا الملزقات هي ووالدي كان يرزقوا يا بين ما يصلوا يا المدن والقرى اللي يصل حدود العراق، وكان يرجعوا. وكان سلاحه معه، يعني هو عسكري سلاحه معه بذاك الزمن، هيك كان قوانين. وكان يرجع، يعني كثير ناضلوا عائلة جيجارخون، كثير ناضلوا مع والدي كمان بذاك الزمن. نعم نعم. إذا بتسمح لي ارجع لعند الأخت سوزان. تفضل. فيني اسمح لنفسي اطلب منك، إذا ما قادرة مع الموسيقى بالدندنة، تسمعينا وحدة من القصائد اللي غنيتيها؟ ما عم بسمع الصوت. ما في صوت. ما في صوت. هلا اجى الصوت، هلا صار الصوت. نعم ماشي. إذا كان مع الطنبور الصوت مو واضح بتقلي وقفي. ماشي، أعطيني إشارة. بقول لك وقفي. حاضر. عم بيطلع صوت منيح هيك؟ صوت أعتقد منيح؟ مقبول. حامد كان كتير بيحب الأغاني القديمة الجبلية. نعم. كان أكثر شيء بيحب غزال غزة، اللي عارف جزراوي، وخاصة بهالفترة الأخيرة بالثمانينات طلع بصوت شيفان كمان. نعم. وهالموال هذا كمان ليلي بريفاني ما نبى
ورنتشا علي دلم خراكري علي دنيا تمام نكايا وزنمينا كاتشي شابه أو رطاري باري هور ليك. الصوت راح، ما في صوت، ما في صوت؟ راح الصوت للأسف، راح الصوت. إيه مو من عندي، مو من عندي. في صوت ولا ما في صوت؟ هلا في بس في وقت تجمد صار فريز. يمكن مع البزق ما عم بيزبط. يمكن فينا تقولي لنا هيك بدون بزق بصوتك شيء من قصائده اللي غنيتيها لو سمحتي. كاتشي شابه أو رطاري بارن باري هور ليكر عرد بندا قول بشكوفين أو رنجيرو رويتايا أو رنجيسور رويتايا بوهر هاتي قول سربونا كل من جيت برابونا دب مخمة دبرينم بخمقلي جيت أدورم. كنت مزكمة قبل بكم يوم لسه على الأثار بس خوش زور سباس، ممنون، برافو. جميل جدا. شكرا. بتسمحي لي ارجع هيك لورا لعند اختنا مزقين؟ بلى. بدي اسرق من عندك قصيدة تانية، بدي تسمعينا بنفسك الحلو قصيدة تانية من قصائده. ما بعرف يعني قصيدة على ذوقي أنا؟ نعم من اللي أنت بتحسي فيه. بالكردي والعربي ولا عربي؟ مثل ما بتحسي. رح أعطيكي كامل الحرية بأنك تختاري. أوكي. طيب ثواني بس، ما كنت جاهزة لهذا الشيء. أوكي. حامد بدر خان لما كان يكتب عن الحب كان يكون مثل روميو ومثل يكون قيس فعنده كتاب فيها قصائد حب معروفة يعني، وكتابه اسمه تمارا، ديوان تمارا. نعم. فأنا رح ألقي لك قصيدة تمارا. تمارا لا تغلقي عينيك، فأنا ما زلت أتابع سفري الطويل، أبحث عن عالم خبأه الزمان في عينيك. تمارا هذا الدرب الطويل أمشيه بلا وحدة، ترافقني كلماتك الموصلة للغد ونشيش المطر في حذائي المهترئ، يسري بردا في أوصاري، ينتشي قدمي لمنعي من السير. اتركي عينيك وسمريها على جدران الزمن، فقد أعود ذات يوم وأحبك. شكرا. أستاذ فؤاد. نعم. اسمح لي بأنه أختم معك بواحدة من مشاغباتكم أنت والشاعر. أعطينا هيك شيء طرفة جميلة، حادثة من الحوادث اللي حصلت أنت وياه طالما كنتم مراهقين مع بعض. في وحدة بعد المراهقة. نعم. بعد شفت يعني أنا ووالدي نزلنا من السيارة نطلع على البيت، شفت الحصان هيك بس حطيت ايدي عليه، والدي اجى صاحب الدكان قال ابو فؤاد 2 مجانين طلعوا يا فوق. شلون؟ قال اعطوني 100 ليره قال طعم الحصان هذا ب 80. ابوي قال شلون 2 مجانين اعطوك 100 ليره؟ قال والله هيك، وباسوا الحصان وطلعوا.
إيه، وابوي طلع فوق وانتو طلع وحيد نحات كبير الله يرحمه، استاذ وحيد اسطنبولي، وحامد بدر خان كان نعم اثنيناتهم. نعم نعم يعني نعم هدول هيك الطرفات، يعني تعرف انت الشعب يعني اللي بيساوي هيك بخملوا عليه مجنون، ما حدا بيعطي 100 ليره يا الحصان يعني بذاك نعم الزمن. نعم وهذا نعم كان طرفه حلوه. ومره كمان طرفه استاذ وحيد واستاذ حامد، وكنا مبسوطين منتشين يعني هيك على سوق سيارة استاذ وحيد اسطنبولي سيارته. قام قال لي دوس دوس. قلت له شو بدي ادوس؟ طريق اكثر من 100 انا ما بحسن بدوس 100 120. قال لي دوس يا ال 200 دوس. قال لي قام شو قال استاذ حامد؟ ما عم بحكي، قال انت اذا متت معنا فخر يعني تموت مع شاعر كبير ونحات كبير، موت معنا. اي والله نعم الله نعم يرحمه استاذ نعم. وحيد اسطنبولي. ووالدتي كان كثير بيحب والدتي. قال استاذ حامد محظوظ تعرف عليك وانا كمان. وبالاخير استاذ وحيد مرض، كان بده كلاوي. امي راحت على المستشفى قالت له انا عندي 3 كلاوي بتبرع لك بكليه واحده يا لك. نعم نعم الاطباء الانسجه ما طلع مناسب. امي نعم تبرعت يعني بس ما طلع مناسب، نعم. وتوفى بسبب الكلاوي. اسمحوا لي بأنه أشكركم على هذه الروح الحلوة اللي حطيتوها بقلب هاي الحلقة، إن من خلال الغناء الجميل اللي نحن سمعناه، أو من خلال القصائد، أو من خلال ذكريات الشباب، لأنه بالنهاية الشباب هم اللي بيصنعوا الحياة. فبهداك الوقت بالمراهقة اللي أنتم كنتوا عم بتمارسوها كنتوا عم تصنعوا الحياة. واسمحوا لي بأنه أشكر أختنا نازلي يلي كانت العين اللي وصفت الأمور بطريقة دقيقة جدا. عفوا موليدة علي. امي نازله علي. نعم نعم. عفوا. تفضل. واشكركم كلكم على كل الاطلالات الحلوه اللي انتم عملتوها معنا اليوم. شكرا جزيلا على هذه الاطلاله. للحقيقه انا كنت مربك، اسمحوا لي اني اعترف قدامكم، هاي اول حلقه لإلي موجود امام مثقفين بيستحقوا الاحترام، وعم بحكي عن شاعر كبير جدا، واول مره عم طل بهذه الطريقه. فكنت مربك جدا، ما اعرف حالي اذا راح انجح ولا راح افشل بالامتحان. اتمنى اني اكون نجحت امامكم بهذا الامتحان اليوم. شكرا كثير شكرا بالعكس كثير حلو كان. كثير حلو. وفي طريفه وحده يا حامد بدر خان، انا وصلت لالمانيا قلت له استاذ حامد انا بمدينه ترير بالمانيا بيت كارل ماركس، شو بتريد اكتب باسمك؟ نعم. قام قال لي اكتب ربما اموت على قارعه الطريق ولكن الرفاق سيكملون النشيد. نعم 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 نعم. وشو قال لك عن كاسترو اذا رحت على كوبا؟ هذا الطرفه ايه. بدنا نكشف اسرار. انا كنت بين ال20 و25 كان عندي شغف للسفر يعني. قلت له انا حابب اروح على كوبا اشوف هافانا، كورنيش هافانا على البحر. قال لي اذا صادفت اذا رحت عند فيدل كاسترو، انتم السواح بركي بيدخلوكم، بس قل له يا فيدل كاسترو انا من قريه حامد بدر، انا من قريه حامد بدر خان. ديريكت بيقول لك انت من شيخ الحديد. نعم 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 نعم. تحيه لشيخ الحديد ولاهله ولعفرين ولكل الصامدين بهاي المناطق الكرديه الجميله يلي دائما حنغني فيها رغم كل الاحتلال. هاي رقيب. شكرا لكم. يا اهلا وسهلا. شكرا. بدي انتقل لمشارك ثاني معنا بهاي الحلقه. استاذ ابراهيم وين مخبى انت؟ طل علينا. انت الشاعر المشاغب. مساء الخير. مساء النور. ما شاء الله، يعني انت نجحت بالامتحان. انا عم تجيني رسائل لو كنت عم برد على بعضهم. ما شاء الله. مقدم الحلقه الاستاذ مسعود كان ناجح جدا، يعني حسينا نحن وكانه نحن بسهره ببيت ابو فؤاد وام فؤاد. شكرا لك يا استاذ مسعود. شكرا لكم على هاي الفرصه الجميله. شرف لإلي اني اكون موجود بينكم،
وانا بصراحه ما حبيت اعطي الطابع الرسمي. يعني احد الصديقات اليوم قالت لي اول برنامج لك بدك تطل فيه، كيف بدك تطلع؟ قلت لها طالع سبورت. قال ليش؟ قلت لها بدي اكون مع الناس وبين الناس، ما بدي لا البس كرافه ولا بدي اعمل شيء. قال طيب على الاقل شو اللون اللي انت لابسه؟ قلت لها ازرق. قال منيح، لون الحياه. فحبينا انه تكون الجلسه هذه طبعها مش رسمي. بعدين نسالك عن مين سالتك، معلش. بدك تعمل فضايح انت. هذا الحس الصحفي اللي عندك عم يشتغل. خبرنا قبل اي شيء الجائزه اللي انت عملتها باسم الشاعر الكبير وكنت من المساهمين الاساسيين فيها. اعطينا هيك نفحه عن هاي الجائزه. طبعا قبل كل شيء يعني الرحمه لروح الشاعر الكبير حامد بدرخان، الصديق العزيز الذي تعرفت عليه أنا في ثمانينات القرن الماضي، وربما كان ذلك منذ أول قصيدة قرأتها له كانت بعنوان أبحث عن قاتلي لوركا. قرأتها أنا في ملحق الثورة الثقافي. أنا كنت يعني كان عمري آنذاك 16 سنة تقريبا. قرأت تلك القصيدة وانبهرت بها، وكانت القصيدة مقدم لها كان الشاعر الكبير شوقي بغدادي أمد الله بعمره قد كتب مقدمة لهذه القصيدة. هذه القصيدة حقيقة يعني هزت الشارع السوري، القراء، النخب الثقافية الموجودة، محبو الشعر، الكل التفت إلى اسم حامد بدرخان. حامد بدرخان كان شاعرا ويكتب الشعر، إلا أن قصائده فيما قبل لم تكن يعني تنشر. يعني تلك كانت الخطوة الأولى التي في تصوري التي نشرت، يعني القصيدة الأولى التي نشرت له. بعدها رياض صالح الحسين أتذكر أجرى حوار له في جيل الثورة الثقافي، وكان هو مقلا في الحوارات الأدبية، يعني لم يكن يميل إلى نشر الحوارات، ولهذه قصة ممكن أن نقولها في حلقة أخرى مستفيضة. بعد وفاة الشاعر حامد طبعا كنا قريبين من بعضنا بعضا، وكان بيننا تواصل، والتواصل دائما يعني كان عن طريق بيت ابو فؤاد وام فؤاد، يعني خاصه في مرحله التسعينيات من القرن الماضي واواخر الثمانينات، وايضا عن طريق نبيه رشيدات، وهذا ايضا ما ساعرج عليه فيما بعد. بعد ما توفي حامد وكان قريبا جدا وكنت اراه احد رموز الادب، يعني كانت هناك اسماء سابقه علينا، نيروز مالك، سليم بركات، وحامد بدرخان كان يعني اسما في مقدمه هذه الاسماء الموجوده. كتبت انا في جريده الحزب الشيوعي السوري في صوت الشعب، كتبت انا طبعا حامد طبعا اتصلت بي ام فؤاد بعد وفاته انه حامد اوصى ان تكون، وكان لي خبر قبل ذلك، اوصى بان اقوم انا ان اقوم بالتغطيه الاعلاميه لوفاته. كنت اعلم ذلك ولا اريد ان اكون شاهدا على وفاته، يعني لانني كنت انظر اليه على انه جدا قريب مني. فقمت بذلك الدور. اتصلت انذاك بحنا مينه، اتصلت ب الشعراء السوريين، الكتاب السوريين، نشرت الخبر، بعثت الخبر للاعلام وفق اعلام تلك السنوات، يعني تلك المرحله. اجريت اتصالات هاتفيه، حنا مينه بعث لي برقيه، نجاح العطار ارسلت الي برقيه، اتصلت بالحزب الشيوعي الذي اوفد يعني شكل وفدا، وايضا هناك زملاء في عفرين كانوا قد تحركوا، الاستاذ حيدر، طبعا هناك شباب الان من شيد موجودين، الشاعر حسين حبش، الشاعر حسن محمد كانوا موجودين طبعا، وكانوا ايضا يبدو في بدايات يعني تجاربهم يعني انذاك، وحيدر عمر طبعا كانوا هناك، شكلوا هناك الشباب في عفرين. طبعا انا لا اعرف كثيرا، لا اتذكر، شكلوا لجنه تحضيريه. من جهتي طبعا نشرت الخبر وقلت يعني يجب ان نطلق جائزه، طبعا مع الساعات الاولى من وفاه حامد، ونشرت الخبر يجب ان تكون هناك جائزه، يجب ان يكون هناك متحف، يجب ان يكون يعني هناك مكتبه، شارع باسمه، مركز ثقافي باسم حامد. يعني هذه الامنيات انا كتبتها طبعا انذاك بصوت في جريده. هذا الحلم تحقق طبعا في عام اعتقد 2007 2008 اطلقنا الجائزه. انا كنت يومها انذاك بالامارات. كان هناك شاعر صديق مقرب جدا من حامد وهو علي كنعان، كلفنا انذاك اعتقد يعني احد الشعراء
حسان عزت ايضا كان من لجان يعني من اسره الجائزه، واعتقد كان رئيس الجائزه. فمنحنا الجائزه للشاعر علي كنعان، ثم استلم الجائزه الدكتور صبحي حديدي لدورتين متتاليتين، وحصل عدد من الشعراء على الجائزه. من هؤلاء الذين حصلوا على الجائزه فرج بارغدار، فواز قادري، محمد علاء عبد المولى، منذر مصري حصل عليها. وكان كل هؤلاء من الشعراء السوريين المقربين من الكرد الذين وفق وجهه نظري يعني، وكانوا منفتحين على الكرد. الان هي للمره الاولى تمنح الجائزه للشاعر حسين حبش، وطبعا اسره الجائزه كلها كانت طبعا متفقه على اسم حسين. قبل كل شيء لانه حسين ابن عفرين، ابن شيء، ويعني ابن شيخ الحديد، واعلاننا للجائزه هي رساله لوقوفنا في الاتحاد العام. طبعا هي رعيه الجائزه، وقوفنا مع اهلنا في عفرين، مع عفرين المحتله من قبل تركيا ومن قبل مرتزقتها. هذه رساله وهذا موقف من كتاب الكرد في سوريا واصدقائهم، موقف منا. وايضا ان حسين استطاع وبحق ان يكون شاعرا له حضوره على المستوى الكردي والكردستاني، المستوى السوري، المستوى العربي، المستوى العالمي، له حضوره من خلال قصائده التي ترجمت الى لغات كثيره. ولا اعتقد ان احدا منا، انا من الشعراء الذين سبقوا جيل حسين، لكننا لم نستطع أن نوصل قصيدتنا إلى اللغات الأخرى بقدر ما كان هو. أنا أتذكر أكثر من مهرجان دولي جاءتني الدعوة ولم أستطع التلبية ولم ألبي. هو كان على نفقته الخاصة أحيانا بجهوده الخاصة يسافر من أجل قصيدته. القصيدة كانت همه الأساسي. نحن انشغلنا بقضايا أخرى، بالمقالات، بفنون سردية أخرى. هو فرغ وكرس نفسه للشعب. لذلك أبارك لصديقي حسين هذه الجائزة، وأتمنى أن يأتي يوم ما ونوسع هذه الجائزة وتكون لها فروع وتكون لها مؤسسة، وأن نستطيع أن نرسخ هذه الجائزة. وللعلم هذه الجائزة يعني لقيت اهتماما كبيرا، صحف عربية نشرت، مواقع عربية كبرى نشرت، وكالات أنباء رددت نبأ حصول هذا الشاعر الكردي على هذه الجائزة. أعتقد أنه أستاذ حسين لازم يكون موجود معنا اليوم. هو معنا. هل يمكن الكنترول يحطوه معنا لو سمحتوا؟ مرحبا، تحية أستاذ حسين. أنا حبيت خلي أستاذ إبراهيم معك لحتى نحشره بيناتنا أنا وأنت. لازم نعمل مؤامرة عليه سوا. أولا رحب فيك وشكرا لأنك حضرت معنا، وفرصة سعيدة لإلي بإني أتفاعل مع شاعر من الطرز الأول الراقي مثل جنابك يكون موجود معنا. أهلا وسهلا فيك. سپاسیت دکم از کیف خوشم وقت بین به دیتناوا کیف خوشم به دوست اول حاضر بینش زیدا من دیتنا مزگین زیدا من دیتی تبیم لبونين من يعني فؤاد او فؤاد تجارب راسي نوتم يعني او فاميليا مالبات او مالي ابو فؤاد من جزيدا ناديتي سلاف ريزن حمورة هنا سلاف ابراهيم راهنا جدوست وحمو بشدار بينا سلاوي مشجيان حامد بدرخان رانا هالبسدوان مي جورا براستي از كيف خاشم ايرو از بوارما از كيف خاشم وقت بين يعني به خلاته جبرگو تشتكي بر جمرة جرينج هات خيان جبرگو حامد بدرخان جريداي جياني منه جريداي گندی منه گریدای گلی منه گریدای شیه کنیا شیه زیتون شیه گریدای حمو بیرو باورید منن جبر ویجی يعني جمرة براسي باندورك خوش المكر يعني وأز نظام وقت بين أب تشتكي الخوشية مهاد تبي هن رخنان مبتشجي هذا سر خلاتجي اسكونم بيجم يعني و يعني بدي لك يخش تقاري بيجي ما مشكله يا اهلا وسهلا بدي لك خلات براستيجي خلات جلك هجايا وبنوفي هالبسوانك يجلك جوراو هجايا يعني او رخنم بتشوكن جبو هافولتي وحسكريني از دخازم بيجم اب يعني خلطا جرك وقت بين
هن يعني انها بين شش عرب برنا جاريه كي الدنيا كي كل يعني ابدا النظام تش يعني تش سياسات المساله ده هاي يعني وك خياد بيجي يعني ده اندام كوميتي ده دخلات ده يعني يكي جعفريني از بوارد كم تناي يعني افجي نظام رخناي از نظام ليه دبي بري خو پر بده بر کردا بده نویسکارون کرد براستی هلبسوانون کرد هیجا هنه جی رزینه و دبي جوی چارشفه او درخینن يعني وقت بين هوالد كرد سوري هوالتي تم يعني هوالتي نا ثابت نا او تم او دبي ايرو هوالتي اسمها دجمنيتا يعني جار وصل يعني ببورين رزي مش حموره هي رزي من حموها البسوانات في خلاطاش بري من ورقرتنا ليه از بين بيتري نزيكي كرداب بيتر اي باشتر بي يعني الخلاطه وج هجر استاذ ابراهيم اذن بدمه ولو ازنا حاضر بوم دوي وقتي ده من توانم جوابك بشوك بدم سر اف مرسله بلي ام دخازن هم خوني كرد بشينن حمو عالم نبس عرب عجم فارس غرب شرق اجبون ولو برأيام جماعتي قوفان جائزة دان خلقي نزيكي مبون رادهشتن هم كرد رادهشتن قضية كرد بمرسلة كرد آخرين دي وقت كده نخرابة بس دي وقت كده جي من بترمه بشكلك رمزي بشكلك وك في لحظات وعفرين دبن احتلال دي زور مهمة عفرين دلي محميدة به دي وجداني محميدة به دي نظري محمودة به برأياتا دي في دقي هانده هجر شاعري ما ديناف مدبا وعفرين دبن احتلال دبا وموقفي بيشبه يعني براسي وك موقف ما حموه واني يعني اف تشكي الشرمزاره ام دبينن عفرين داغر كريه ج آلی ترکیه و ج آلی چتین گریدای ویوا براستی عفرین زورک و زحمتی پرمزندک شینه و براستی تشتی لید به يعني بربر ناكن يعني هوف ناكن في تشتي دبي روبرو كشتن هي روبرو راواندن هي روبرو طالان كرن هي حموتش دقوم العفريني يعني تشتي دقوم براستي نهش قبيل لك نه ديان قبيل لك نه مجي قبيل لك تشتكي ببجريني في تشتي تنايا يعني از بواردكم اگر هالبستواني ما حامد بدرخان اينو انها اوبا از بواردكم يعني هم بلكي رامانوي يحشك تربو جماجي يعني براسي جبرجو او جريداي جياني خو جريداي عفريني بي جياني خو جريداي شيء بي زيتون الشيء مروفة شيء يعني او بهساني دجيا بهساني بملت راود كر يعني نتشتكي غريب بيجيك حط او بكره يعني للسر في تشتي براسي بساكن او براسي شرمزار بكره از وصل بينم يعني هجرت في لحظة شعرك يباجه جبون شاعري ما كيش شعري جمر بيجه براسي من بري هالبست كسر نبي ساندي لي از ببورين من حاضر ناكري يعني جبو خاندنا هالبستي من نا ضروري صار تشتكي شعري فا يعني حاضر به يعني از اي خوجي من از حفظ ناكم براسي از او ناكم يعني دمجي مدى تناي ونوج بردستي متناي ليه وقتي التحامل بدرخان تيني بيريما تديني بيرو خاد يعني او براستي او تي بيراتا يعني هالبستوي جورا يعني بعربي دبين ما مش اتى من القريه ومات في المدينه براسي هالبستو قلق بدليمتي يعني ما مشي او جي مرفي بي يعني او كنياوي بي يعني باشناوي بي او البستو براسي بر بدليمتي هالبستك ويجي قلق خوشه ارقص حتى اخر بستيل يتهدم يعني براسي جي اوجي بر بدليمنا ليه هالبستو يبتدي بنافو دنگ بر تينوس كرن وفتش عن قاتل لوركا ازل كوجاري لوركا دقارن
يعني أو بر بناف دنجة وبراسيج هالبستك بر هجاية بر جي ريزية وبراسي أو ويد الديوانين دسبيكي نبيسواندنا براسيج بر جي وان جي ريزية وجي حرمتك مزناء حامد بدرخان براسي أو يعني او هالبستي يكبين يعني تنكون تجهد فقط عندنا هو البستي تب لابين يعني تقول حامد بدرخان هالبست جديد تقول هالبست حامد بدرخان جديد يعني وسابي او تبي جريداي وي بجيانيفا وقت بين نافنا تويد فكري رامان وی گریدای تبی جیانه بین تبی خزان جیانه بلنگاز جیانه يعني اف تشتاب سر حامد پر يعني حموزانا او كسوياتي او شوابي. استاذ ابراهيم، انا سمحت لنفسي بانه ادافع عن موقفك، ولكن اريد ان اسمع رايك ايضا بهذا الموضوع. جميل جميل جميل. طبعا اعجبتني مداخلتك يعني، وطبعا الاستاذ حسين يعني محق. طبعا عموما سأتحدث في هذا الجانب. نحن كاتحاد كتاب لدينا جوائز كثيرة، يعني ربما المؤسسة الوحيدة الكردية أو الكردستانية الوحيدة التي لديها عدد كبير من الجوائز. كل جوائزنا هي للأدباء الأكراد. يعني باعتبار حامد كان إنسانيا وكان ذا رؤية أممية، وعندما أقول كان أمميا فهو لم ينسى كرديته، كانت لديه معادلة، فهو كان كردي وكان ايضا اممي، كان انسانيا وكان كرديا. فلذلك بدانا بجانب من شخصيته، من رؤاه، من فكره، ويعني اطلقنا تلك الجائزه للتجسير نحو الاخر الذي يعيش معنا. ولكن كان لدينا في اسره الجائزه دائما طموح ان تكون هناك فروع للجائزه، ومنها طبعا هو ايضا كتب اللغه الكرديه في السنوات الاخيره من حياته. ايضا يعني كان لدينا رغبه، طبعا لانه كتب بالعربيه كانت الجائزه بالعربيه. في السنوات الاخيره حتى بعد اطلاق الجائزه صدرت اعماله الكرديه. على فكره وبين قوسين ساتحدث، كان اعماله الكرديه ابو فؤاد، طبعا ام فؤاد تتذكر شفاها الله طبعا، لها تحيه مني. كانت اعماله الكرديه كانت يعني لدي ايضا من اجل طباعتها، وحصرا ديوان شيء كان ارسل الي يعني اشرف على طباعته. اتصل بي حامد، اتصل بي دحام عبد الفتاح وقال انه انا استطيع ان اطبع الديوان وانا ات من حلب من بيت ابو فؤاد، واستطيع ان اساعدك. فسلمته الديوان، وعندما طبعه حامد دحام وكتب المقدمه، طبعا انا الديوان كان يعني بين يدي. ايضا الاعمال الكامله كانت يعني كان مقررا ان اقوم بتدقيقها النهائي وان اقوم بكتابه المقدمه. وعملنا اخر اجتماع في بيت المرحوم ابو فؤاد. الاخت مولوده لها تحيه، طبعا تعبت مع حامد، و يعني كانت حاضره انذاك في الاجتماع الاخير. حفيظ كان موجودا وانا، وجاء اتصلوا بالاخ محمد كوشر يعني له التحيه، وهو الان اعتقد في الاستوديو وسوف يتحدث. يعني تم الاتفاق ان يرسل، يعني اعطيت الايميل لاخي محمد يرسل الاعمال الكامله لي. فيبدو بسبب الانترنت، بسبب الايميل، كان يعني يرسل لي الايميل ويعني الاعمال الكامله من اجل ان ادققها ومن اجل ان اكتب الكتاب المخطوط. عندما عدت الى الوطن للمره الاخيره وجدت ان الكتاب الديوان مطبوع، ولهذا قصه انا كتبت عن هذه الحاله. تألمت صراحه انه يعني كانت فرصه ان اكتب مقدمه الاعمال الكامله او مقدمه اخرى. يعني الاعمال الكامله كانت يعني موكله الي. المهم نعود الى اعماله، الى جائزه حامد. يعني بالنسبه للجائزه قلنا كتب باللغه العربيه، لذلك الجائزه كانت للسوريين، وسوريون منفتحون على الكرد. لدينا حلم طبعا، انه الحلم انه ان تكون الجائزه فروع، وتكون يعني احد هذه الفروع للشباب، وجائزه اخرى لشاعر كردي، وان تتطور هذه الجائزه لتكون يعني تكون مؤسسه، وانتم الذين تشاركوننا في هذه الحلقه نتمنى ان تكونوا من اسره الجائزه ومن الداعمين لها ولو معنويا. بالنسبه لصديقي حسين، اتمنى ان يكون احدهم من عفريت. طبعا
سأصارحكم، وأحد الأصدقاء هو يسمع، صديق من عفرين، اقترحنا عليه يعني أن يكون انعداد أسرة الجائزة. طبعا اعتذر، وطبعا سيتعاون معنا في مرات أخرى. الأستاذ حسين أيضا اعتذر، يعني طبعا يتذكر، يعني هو طبعا انا اقترحت عليه ان يكون اسره الجائزه في دورات سابقه، اعتذر يعني ايضا. يعني هناك بعض الاصدقاء يعني يعتذرون في بعض الاحيان، ولكن طبعا كانت الجائزه، يعني طبعا احنا فكرنا ان تكون الجائزه للاستاذ حسين في عام 2021، يعني بمناسبه مرور 25 سنه. يعني كان حلما عندنا انه في بمناسبه مرور ربع قرن على وفاه حامد ان نعطي الجائزه للاستاذ حسين، وكتضامن مع عفرين الابيع، عفرين الشامخه التي ترزح تحت الاحتلال، وانها عائده الينا بكل تاكيد. لكن بسبب ظروف كورونا اجلناها، وقبل اسابيع طبعا تم التواصل بيني وبين الاستاذ حسين، وتم الترتيب لهذه الجائزه بعد يعني بعد اجتماع اسره الجائزه، وهم دلاور زنكي في الوطن. طبعا دلاور زنكي هو ابن عفرين، وهو ابن كوباني، وهو ابن الجزيره، وكذلك ماهين شيخاني، وكذلك الشاعره مزجين حسكو التي لها التحيه بسبب ظروف خاصه بها. طبعا كان من المقرر ايضا ان تشارك معنا، وزملائنا في الداخل كان لديهم رغبه ان يشاركوا. وطبعا هناك حلقه اخرى كما اتفقنا حول حامد، سوف يشارك عدد من الزملاء الاخرين في حلقه ثانيه حول حامد بدر خان. شكرا. اسمحوا لي بانه ارحب بضيفين الاخرين انضموا لنا داخل هذه الحلقه، هم الدكتور حسن محمد والاخ حمكو شات. اخ حمكو، مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا، بخير حالك؟ جون كردة. عفوا، غلط شيء ابويا. اخ جان كورد، مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ما الذي اثر بك بشعر الاخ حامد الذي ترجمته؟ ما الجمال الذي وجدته داخل هذا الشعر عندما ترجمته؟ از بكردي بقصيرة بكردي بجا راحت قبستينا زاني داري حرتش كاز خازم شاشي که سر راست بكم بجا. اهلا وسهلا. استاذ ابراهيم كتوي شاشيه قلت كو شعره هلبستا حامد اول صارت حيشتي دركت نولوه من يكمين ناسكرنه حامد بريه هلبستا وي يكي من ناسكر سال 670 وهلبستكي كوكوي يعني بوي نافدا بوي يعني حامد بوي شهرتستان نافوي رجوع من واترلو. رجوع من واترلو پشتی حرب 670 که عرب پیدا شکینه از دوچی ماله هن کمونیست از خود نه کمونیستم و نجی کمونیستم لی از دوچی مرا بود آرماجا یک مکتاب جمعونه اعراده کرن دخواندن يعني من كاري كتابة ماركس ولينين انجلز بكرنا مدوشي جامونا دبرن مدخواندن ايد دي مقداري وان كر اجوان فيرد بيم جالكتشتا مروجي كديت دسي بالك الوداري تشاكرن سر هنا كتابنا مراكر رجوعا من واترلو وبخطك جالك باش نبيساندنه جالك خطي دستا لشاشين املاتي دهنا مقول افشار هيك وابوي حامد بدر خانه قلت قلت جمع درتي ببيني براستي وكوي هلبس من نديتنا مع الاسف مخابن من قالك حاز ذكر ازواجي ترجمه كرديكم لحتى انا هبدس من كتيه او دروجنامه الجماهير دال حلبه هاتيه بلاف كرن ابي يك شاشيه كك ابراهيم قو شعري اول فلانه لا يا اول رجوعا من واترلو ابيك وبوين نافذة يعني لأنه شاعرة حلب نافذة يدي وقلتي الأعمال الكاملة الأعمال الكاملة أو هلبست حامد قالك هلبست جماهير ده بلاف كرن جشيست وحفتة حطاني صالح يشتي از نهين هذا دركتم ألمانيا دوي دمي ده قالك شعري در كتم بحثي وان نبوه نظام چه مسئله
دوی یک وگر ارشیفه جماهیر و درخینه چه شعر حامد ابن حامد دوی وقتی دا نافدار بود تشتی السر و انسانی زانم دسته تشتی بچو کنه دوگو هر جاره استیم حلب تیم جمته دناف برام هدا 40 سال عمر هبی حتی بابه مجموعه دوگو یا دوستی تا 40 سالش تمستره هدی بی دوستی بابه میشی یعنی گلک انسانی که جواکی بیده ده جمع مال در رو که هات غیدیه گلک غیدیه ما چه هیا دیا میشی گلن کربین تشتی که گل او دکره یعنی پره گلاجی دکره گو خوش کامن گل بو بین کرنه گل بو منظرنه گل بو تماشا کرنه گل نبو چراندنه کتبه که لچرو شیرونه باشه مگو ما مثل چه غیدیه بس وی نزانی بود چی دیا مولودی غیدیه دیا میشی غیدیه خاطب دری مخسته بینه که مببن حبسه سالک حبس خازم دیام لوما غیدی بس نه دیام نه باوی من میوانی که مجی هبی نگوتن یعنی بشه به حسیا کو اسکرم حبسه میدی چاپی تجه هستر بین یعنی گو از مالا کسی که بوم دوستی که منی پر هجا شیوعی گو سروک آن اندام مکتب سیاسی پارتی که کردی جلور آمده بوم گو مواد خوار رادیو بکرم گو رادیو بود ملا مصطفى برزانی وفات کرد رحمه خدا لبن گو او بر پرس پارتی کردی گو گوتیه امجوه کبن پرستی پیر خلاص بون سر سروک برزانی گو ایما جدا رابین پی استعداد سکنیم گو مع الاسف گو من ای رقیب نزانی من ای رقیب جی بخونده گو وقت شو عسكرك بسكني وانا سكني وكي نيف دقي وش كل من الريك وعجيب ما يعني جو ازرونشتم جو موت اگر الجام وجيفارا باهيا لجام ملتي كرد اف انسان باهيا في جيانا خود تفكر خباطه ملتي كرد واز احترام طبعا خاب المفتياتي المانيا يعني مدخوص هنك تشتاجي ببرسم اجبركو بشتي از كتم حبسي ايدي نهات مالا ما شانوک من ویساند بی بخورا برگ و از پیش گوتن جیرا بنویسیم او شانوج نظام چپی هات بداری المانی هات بونه باجار از لی هنک خیر نخوازه نهیشتن از ببینم یعنی گلک یعنی دوست بینه چه داد حلبه داد مال من بس پشره من هنک هلبستی وی ورگراندن یک او هلبستی وی گلک بناو دنگ لشکرین هیویه سال 83 نویسان من سال 1985 ورگران بو کردی و متقلق جیاده بلاف کرد تو کاره تشتکی بشوک جه بیجش مرب خیرافه و از ای بکم بس وی جمله خود تمام بکم هلبسته دیجی مدسه یعنی 3-4 هلبسته بی ورگران گوتن یک بو وسک بو از لجیه که لدنیای جدایی بیم از نظام لکودره تشته و لگوتین یعنی و یک جی ایدن چه از بکشتره لورکا دگر یعنی که حسین جی پیروز ببری بحثاوی کری یعنی لبراسی اوانا واد شعرنا من هل بجارتن جناب گلک شعری بی ورن زاروکن ولات من زاروکن همی ولات جهانه امجد چاوین خو هسترین سوتنه دلیه و کسره بمالن ام دست بلاوجان خواه بکن و به یک دنگ بلا بباهوزان را لهمی جهان بلا ببه دریایان و چیان را بازارن مزن را اقیانوسان را گاو از بچوک بوم ناون از ترساندم اسکندر مکدونی جنکیز خان داریوس زوردست کیپیادس و گاوا تمرلنگ دهات بیرا من تفسر آخر کر از جدار رنگ هوان ده ترسیم وکچاوا همین جه کشتر گیوارا و لومنبا جه کشتر گلان ده ترسن ده شو ریکتن خونان ده
از به حسین و لاشن چولا کربلا را دمام لیهون دخونان دا درمن کود دبین سگان دا دبینن لچولا سینای صبر و شلتیلا لسهر و سیدا لسور و سیدا سلوادور و پریتوریا کیر دستوی چوکی دایا گاو ام بچوک بون ناپالم تونه بو لبیر آنینین بسوتن سنگین سرباز رش دناب لشکری جنرال گورو دا ام چقاس دیگریان از دیگریان مزاروکان بسر شهیدین دشتا گراناتا دا اوچیاین استوریا. یعنی های دریجه یعنی مرا بالا خود ده هر ریزکی که دا حامد انترنسیونالیسم خو خیاده که راست یعنی انسانی که جیوانی بیم انسانی که او من وقتی رخنه جه دکر سر مسئله کردی ما پر قصه دکر من جاره که دو دیا جارو گوت یعنی مگو ما یعنی تچما مسئله کردی درابه گوت یا راست خوزه مگو اره گو از ترسم مگو خیره گو حکومت سوری متسلیم ترکیه که گو از بیم کشتن چه تره یعنی و گلکی هجار بو گو مالا متنه عرده متنه تشتکی متنه پره متنه و افنام بگرن تسلیم ترکیه کن ایشه مخراد بو چبکه حامد بخو اصلا باکر بو یعنی ما دقول بوچه تنابي بدر خان راكي دقول حرمت جمال بدر خان را يعني نابي خان نه كاك حسين زاني نابي وينه بدر خان نجي برسكرت تشما مثلا كردي ولو فارزي دارتك دقول انا لست من وطن العشيره دقول تجي بعربي بنفسنا ابدا دا سبيكر بادم تسيت تشتند مجلة عربي دا بلا فكر بنابه الواقعية والرومانسية والنظام شيء يعني تشتني بتشوك يعني قلتني بتشوك قالك يجي حذكر وعربية برباش بنفسنا روج كيج مقوتارك داي رولا تراكتور الشيء كردا يعني شو تراكتور قالوا جواك دبورة تبي يا قلتش ما كومونيستر هجرت فرصة بدأ من از دو خازم هرم با دكتور حسن لانه اوجي وقتك ماي بمره از دو خازم فرصت که بدم وجي مش كرما وارد سرسرا وبمر حاضر ببين لانه ازلت فقرم وازل شاعري ماجي فقرم دي ساكي اولا دكتور تحيه من القلب لعفرين واهل عفرين ولكل حبه زيتون وقطره زيت في عفرين. أخبرنا عن علاقة الشاعر بعفرين وحضوره بعفرين. أوكي، أهلا وسهلا ومرحبا ودشتفرة، مرحبا لكم. بصراحة أنا أول شيء لازم أبارك لصديقي ورفيقي وأخي حسين حباش هذه الجائزة القيمة. طبعا نحن جميعا نشاركك هاي العاطفة. نعم، لأنه يستحق بجدارة يعني هذه الجائزة بما قدمه سواء على الصعيد اللغة العربية أو اللغة الكردية من نصوص شعرية. وأشكر أيضا القيمين على هذه الجائزة. بصراحة يعني واحد بيشعر بالفخر يعني أنه الشاعر من ضيعتي. وأنا تعرفت على الأستاذ حامد وأنا كنت صف تاسع تقريبا. بتذكر أول مرة لما زرته كيف كنت يعني مليئا بالرهبة من يعني لقاء هذه القامة يعني. لكن الرهبة يعني من الدقائق الأولى ذابت وأصبحت يعني كأني بعرف هالإنسان هذا من زمان، صرنا شبه أصدقاء يعني. وأنا كنت بحسن يعني أطرح عليه أي موضوع ما كان يعني. واستمرت العلاقة بهذا الشكل إلى وفاته. الشغله الثانيه اللي بريد هيك اركز عليها يعني حامد بدر خان من الشعراء اللي حظوا حقيقه بحياته ووفاته ومماته يعني باحترام كبير جدا في وسطه. يعني انا بتذكر يعني في زمن كان الاهالي الضيعه يعني ما بعرف عم بسمع صوتي.
في صدى صح. ايه في صدى ايه. في زمن يعني كان الجو يعني شوي محافظ، يعني كانوا يعني بيطلعوا اللي بيشرب او اللي مثلا ما بيروح على الجامع او كذا يعتبروه يعني هيك شيء. لكن حامد بدر خان بكاريزميته يعني بصراحه فرض احترامه على الكل، على المتدينين، على المشايخ، على الكبار والصغار، على المثقفين والغير متعلمين، يعني الكل كان بيحترم حامد بدر خان. ونحن جيلنا بصراحه جيلنا يعني له تاثير خاص جدا. يعني انا بتذكر الجروب قبل منا اللي زار حامد بدر خان، احد الاصدقاء قال لي، قال لما شاف وجهنا حامد بدر خان قال من هلا ورايح انا مرحم. يعني كثير فرح انه الشباب الضيعه بلشوا يعرفوا حامد بدر خان وقيمته يعني. فالزلمه كان بتاثر كثير وله كان تاثير كثير كثير علينا. يعني نحن انا بتصور يعني الجيل يعني يمكن انا واحد منهم، بجوز ما كنت افكر اكتب شعر يعني لولا انه حامد بدر خان ضيعتي وكان لنا اتصال معه يعني بهذا الشكل. يعني حامد بدر خان بصراحه كان يعني بسيط، بساطه الينابيع اللي عم يعيش، بساطه الفلاحين اللي عم يعيش بيناتهم. يعني بابه كان مفتوح يعني بشكل دائم قدام الكل. يعني ما كان بيفرق، ما كان في حواجز بينه وبين يعني لم يكن مثقفا نخبويا يعني هيك بحسن اقول. يعني بصراحه لما بتقعد معه حامد بدر خان بتحس انه كان مثقف يعني فعلا موسوعي، كان متحدث جدا جيد، وكان يعني ياخذك باحاديثه يعني كثير كثير. يعني نحن لما كانت بتضيق يعني ابواب الدنيا قدامنا كنا بنطرق بابه يعني، وكنا بنطلع من عنده يعني كاننا يعني اشخاص ثانيين. يعني له كان يعني انا بحسن اقول كان ملهم لنا لجيلنا، يعني الجيل اللي باعماري واللي قبلي كمان يعني بستطيع اقول هيك. يعني كان بكل بساطه يقرا اشعاره لنا يعني سواء بالعربي سواء بالتركي او الفرنسي ويترجمها لنا. فكان بيحطنا هيك بجو يعني يعطينا حماس كثير انه نوسع افاقنا بالقراءه والدراسه والمتابعه. يعني شكرا. انا اسمحوا لي بانه اشكر الضيوف على صبرهم معنا اليوم، ولكن اعتقد بان الشاعر والضيوف الكرام الموجودين معنا بيستحقوا كل التقدير وبيستحقوا الصبر، واعتقد بانه هم عم بيمتعونا بهذا الاشياء الجميله اللي عم بخبرونا فيها عن شاعرنا. واسمحوا لي بانه رحب بالاخ محمد حمكو الذي انضم الينا في هذه اللحظه الى الحلقه، واساله بشكل مباشر عن كيف جمع الكتب تبع شاعرنا وكيف قرر بانه يطبع هذه الكتب. شكرا، تحياتي لك، شكرا للدعوة. أول شيء نظن كردي لو عربي ومش مشكلة. بكيف يا بكيف تتشاوب براحتي يعني بكرديجي بتردد بدستينهم وبعربيجي بتردد بدستينهم. إذا راح نحكي شوية وشوية. طيب بكيف يا اخوان؟ بالبداية بشكر القائمين على البرنامج والدعوة الكريمة، وتحية للضيوف الموجودين المشاركين والذين خلف الكاميرات أيضا، وتحية كبيرة لكل من يحضر ويسمع. قبل الدخول بالسؤال مباشرة بدي ما بعرف بهيك بأسلوب أو بعبارة بدي كيف هيك أعبر إنه سبحان الله. يعني حامد بدر خان شخص مثل ما عم تفضل الأخ الدكتور حسن محمد، بهالبساطة، بهالثقافة، بهالوحدوية، بهالعيش الفريد اللي عاشه هو حياته، قدر على الأقل. يعني هي شهادة من الأخ حسن محمد عم بيقول يمكن لولاه لما كنت أكتب الشعر. وأنا بدي أقول يمكن لولاه أكيد، مو يمكن، ما كنا اجتمعنا كل واحد من ديرة ومن بلد ومن دولة نجتمع ونحكي ونتعرف. وإحدى ثمار الإنسان المبدع هذه هي طبعا.
انه نتحدث عن نتاجه، نتحدث عن اخلاقياته، عن ثقافته، عما ابتدعه، عما ابدعه، عما ترك لنا من ارث ثقافي جميل، من اخلاق، من طيبه، من سلوك، من كل شيء ايجابي وحسن. حامد بدرخان انا بصراحه لا استطيع ان اتحدث عنه دون ذكر الاستاذ الراحل، استاذه واستاذنا طبعا رشيد عبد المجيد. نعم. بصراحه انا احدى المعلومات المهمه يعني اللي تلقيتها من الاستاذ الراحل رشيد عبد المجيد عن حمد بدرخان الذي هو بدوره في عام بسن سنه 1949 على ما اتذكر، يعني كان عمر حامد 59 سنه، بال50 او 51 يعني من عمري الان حاليا. بعد ما رجع من تركيا تعلموا اللغه العربيه، وبعد 50 سنه من تعلموا اللغه العربيه قام بكتابه الشعر باللغه العربيه وانجز 21 فينا نقول 21 كتاب او مؤلف شعري باللغه العربيه. هذا فضل يعود للاستاذ رشيد بالدرجه الاولى. طبعا ما ننسى فضل عمي الست الغاليه زوجته نازلة خليل، بالاضافه الى فضل الراحل جلالات بدرخان والكثيرين. هلا في من بيت الجندي نادية سلوى، محمد الجندي، الاستاذ ابراهيم يكون ادرى بمعرفه، في معين بسيسو، في الشعراء الكرد المعروفين جيجار خوين، وفي عثمان صدري، في رشيد حمو. قلنا رشيد عبد المجيد هو الاساس طبعا. هلا العوده لسؤالك، انا بصراحه بدي اشكر شخص اخر وبيكون هو حفيد لست نازلي خليل. نعم. باور، ما بعرف، ما بتذكر شو كنيته. نعم. كان لديه بحلب كافيتيريا، كافينيت ما يسمى، كان بداية الانترنت بحلب دارج. وكنت أتردد إليه من حين لآخر، وإذ مرة من المرات يقول لي ستي تريد أن تقابلك في بيتها. ما نسبتك وما السبب وشو القصة، المهم وضح لي القصة مين هي ما مين هي. تطلع هي نازلي خليل اللي أنا سمعت عنها. ورحنا برفقة صديق أخذته معي وقتها، الله كمان من الراحلين، بابي صلاح المغني المشهور بعفرين. والمرة الثانية والثالثة يمكن أتذكر أخذت رافقني الأخ ماجد، أستاذ ماجد محمد أيضا، اللي ساعدني في مراجعة الكتاب أو الأعمال الكاملة. هلا بالنسبة للأعمال الكاملة، جوابا للأستاذ جان كورت، في عندي هلا توضيح لقصة الأعمال الكاملة وملحقاتها. هلا باعتبار ذكرنا، هلا بدي أقول له يا أستاذ جان كورت، بعد ما طلع الأعمال العربية الكاملة، من بعدها طلع ملحق يتألف من 325 صفحة على ما أظن، من نفس الحجم، نفس الطباعة، نفس المكتبة والدار نشر. حاولنا نجمع فيها كل اللي تفضلت فيها، عدة مؤلفات يمكن جمعناهم بملحق تابع للأعمال العربية الكاملة، يعني بنفس الاسم. ولكن للأسف الملحق هذا ما توزع. استلمنا من المطبعة وهن حاليا بحلب النسخ كلها بحلب ببيت سيد ست نازلي، ولكن بسبب ظروف الحرب لم نلحق توزيعها أو إهدائها للأخوة المثقفين. يعني أنت عم بتقول بشكل أو بآخر بأنه المجموعة الناقصة اللي تكلم عنها هي موجودة ومطبوعة. أستاذ جان كورد، هي موجودة ومطبوعة ببيت سيدة نازلي خليل بحلب. نعم. نعم. هذه بشرى سعيدة، هذا شيء جميل. والأخوة ولاد الست نازلي على علم بذلك، على ما أعتقد لازم يكون على علم. نرجع لسؤالك المباشر، إنه
بعد ترددي وتعرفي بالست نازلي والسيد الراحل رشيد المجيد، طرحوا علي بعد تعارف، التقينا كذا مرة، طرحوا علي فكرة طبع الكتاب، وسألتهم لماذا اخترتوني. نرجع هلا للكردي شوي مشان ما نصنف. راحتي خبز ما قول نو معناش وحمورة يعني. ما قلت شو يعني واز اختيار كلمة. قلت والله قلت هلبستك وياها وغسيك ويجي هيا، قلت كده ومجي خواندي مجي وياها هلبستك خواندي، قلت هي من زاروك الشيء جبارك وزاروك اللي تنبون إجا ام دريج ناكن دانستان دونك دريج تشيبو ما كل داستان ما قلت ولا أزب وقت نهار إبراهيم يوسف ما مستوى إبراهيم قلتي ما بياخد شيء مقدمة يفترض بنفس ده راسبو من بخا بلكي ما مستوى حسن محمد جي شعدي منها برضه هو شاهدي الحي يعني، كان في غيره كمان. قلت لهم أنا ما عندي ولا ما عندي تجربة بالعربية، بس أنا إذا عنده شيء بالكردي أنا بشتغل فيهم. أما العربية قالوا لي، طلب مني الأستاذ الراحل رشيد المجيد إنه إذا فيك تنضد على الكمبيوتر تراجع، فعملنا تنضيد على الكمبيوتر. هنا كان فيهم تحية كبيرة للأستاذ محمد علي شاكر اللي كتب اللي نقل كل اعمال حامد بدرخان الى بيضهم بخط ايدهم على 40 دفتر مثل هاي. نعم. بدون شخوطه ولا شخوطه واحده. تحيه نعم. كبيره نعم. للراحل محمد عزيز شاكر. ف طلبوا انه هن كانوا مصرين انه يطبعوا الكتب على اساس في امانه برقبتهم، يعني في مثل ما بقولوا هيك حاسين بألم بندم. معنا الأخت مسكين موجودة معنا، بتسمح لي من بعد إذنك هيك بمقاطعة صغيرة اسألها فضل. عن الكتاب المطبوع الموجود عندهم بالبيت؟ والله مسكين ما أظن تعرف، بس اللي لازم تعرف سوزان. لازم يعرفوا الكل، لأنه في نسخة أخذنا منهم. يمكن هديت واحدة للدكتور حسن محمد على ما أعتقد. في أخذت منها أو نسختين ثلاثة يعني ما بتذكر من بس بتذكر أعطيت واحد للدكتور حسن. أستاذي مسكين، عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ نعم عندي فكرة عن هذا الموضوع، والأعمال الكاملة بالإضافة للملحق موجودين عندي. يعني فينا نطمئن الناس بأنه الأعمال الكاملة مع الملحق كلهم موجودين، ويمكن إعادة طبعهم بعدين وتوزيعهم بشكل واسع. أكيد الواحد بيقدر يرجع يطبعهم مرة تانية، هم موجودين يعني، في نسخ موجودة عندي. للأسف الوالدة من سوريا ما كانت دائما تقدر تجيب نسخ يعني أعداد كبيرة من سوريا. صح. نعم نعم نعم. صح. أستاذ جان كورد، وصلك الجواب؟ دنجة تناية منشورة ولا لا؟ أنا أحب أترجمها للكردي، فإذا واحد عنده نسخة من القصيدة يبعث ليها. الله يخليكم. يعني نحن أمام مشروع جديد للترجمة للكردية، هو الملحق. لا بس قصيدة أستاذ جان كورد عم بيطالب فيها. لا قصدي بس قصيدة رجوع من وترلو، لأنه هاي يعني مهمة جدا، وهي التي خلت حامد يشتهر بين الشعراء في سوريا. نعم نعم. في تعقيب أستاذ جان كورد على شيء. أزمة الأمة العربية بعد حرب هزيران. نعم تفضل أستاذ. الحديث علي؟ نعم تفضل. بالنسبة في شيء ضروري لازم نوضح للمشاهدين والحضور. موضوع جمع الكتاب بصراحة هي قصة عجيبة غريبة يعني. ببيت السيدة نازلي والسيد رشيد عبد المجيد بحلب في قصة بينهم وبين أحد المقربين لحامد، يتمحور حول
مدى أين هي نتاج حامد ومن أخذ إلى ما هنالك. يعني أنا لا أدري بالقصة هي كاملة، ولكن اللي عرفته بالأخير وإذ بالصدفة بطريقة ما لا أدري تفاصيلها، هن بيعرفوا، وصل كرتونين كبار، كرتونين بحجم كبار لبيت سيدة نازلي، مسودات على أوراق شفافة، أوراق مطاعم اللي بنغسل فيها لما بناكل بالمطعم. وهلا أوراق شفتهم أنا، شفت عيوني يعني، شفت عيوني، فرشتهم كلهم وفي منهم بعدين الكردية منهم أعطوني إياهم، أنا فرشتهم لوحدي وجمعتهم كلهم. فهدول الأوراق اللي وصلوا بالكراتين لبيت السيد رشيد عبد المجيد، حضر عمل عليه 5 أشخاص لتبييضهم، لنقلهم على الدفاتر بشكل منظم يعني. أنا ذكرت أسمائهم يمكن بالديوان لما طبع بالأعمال الكاملة، وبتذكر منهم أستاذ نزير، أستاذ محمد حمو، أستاذ رشيد عبد المجيد، ومحمد عزيز شاكر، وفي واحد اسمه دير سمامو. هدول اشتغلوا عليه، أنا هدول قبل ما أتعرف على الناس بزمان يعني. نعم. فهدول جمعوا، هدول حولوا الأوراق، الخربطات، الخربشات، المسودات لدى حامد بهالكراتين، حولوهم على دفاتر، على نقل. يقرأ أستاذ رشيد عبد المجيد يقرأ الورقة، وأستاذ محمد عزيز شاكر يكتب. والدفاتر عندي في نسخة منهم عندي يعني، هي على أساس 4-5 نسخ، في نسخة بألمانيا بالسويد بحلب، وحدة عندي. فأنا على موجب هالمسودات الموجودين اللي نضدهم او اللي بيضهم الاستاذ الراحل محمد عزيز شاكر، تحيه لروحه واسمه، على موجبهم انا نضدتهم على الكمبيوتر. بعد ما خلصنا اجى دور الطباعه مثل ما تفضل الاستاذ ابراهيم، والتقديم والمراجعه واللي ما هنالك. اقترح، قلت لهم انا والله ما عندي خبره، وخاصه شخص شاعر هيك بهالمستوى بهالكبر يعني انا بدايه شبابي، وانا بعدين يعني اهتماماتي بالدرجه الاولى بالكرديه يعني. فقالوا لي انت خلص وبعدين نشوف استاذ ابراهيم، نشوف وليد اخلاصي، نشوف عمعين، يعني في اشخاص من جماعتهم رفقاتهم ايام زمان انا ما بعرف، متذكروا كثير. فاحدى المقترحين، احد المقترحين كان الاستاذ ابراهيم، حكى لكم القصه وشو صار بعدين. ووقع بهالفتره مضى وقت يعني حوالي 2 هلا حتى خلصت، صار تعارف، صار اروح وجاي كثير بيني وبين، كان كل صيف يجوا استاذ رشيد وزوجته، فنروح ونجي، وصار تعارف. قالوا لي لكان اذا ما هون استاذ ابراهيم فاكتب انت. انا تعاوننا انا واستاذ ماجد محمد والسيده بليزار حجولو، هدول وحده بليزار خريجه ادب عربي، واستاذ ماجد خريج صحافه. وقلت لهم انتم يعني على عاتقكم الاخطاء اللغويه والى ما هنالك. فالمهم عملنا اللي عملنا يعني. هذا اللي صار بعد ما طلع شو اسمه الكتاب. كنا حايطين، انا كتبت ملاحظه بالاعمال الكامله انه اللي عنده شيء ممكن يفيدنا، عنده مثلا قصيده مثل ما تفضل الاستاذ جان كورد عن وترلو. انا بتذكر اني قاري وترلو، بتذكر اني قاري هالشيء. اذا الاخت مسكين تعطيه او بتدور بالملحق لازم يكون موجود. نعم. فمن بعدها جانا 4 كتب او 4 مؤلفات باسمه كمان، جمعناهم وحطيناهم بملحق، اضفنا نفس الاسم ونفس الكليشيه ونفس الشيء. من بعدها بسنه يمكن او هيك شيء، عفوا، كان اعمال العربيه انتهينا منها. اذا بتحب ننقل على الاعمال الكرديه، اذا في سؤال ثاني ولا لا؟ نعم، بشكل عام بعد ما وزعنا صراحه كمان الوقت صار حاشرنا. والله انا بالبدايه انا عندي باخذ كمان على الاداره يعني. بالبدايه صار في مشكله يعني، انا كان عندي شبكه تعبانه ضعيفه شوي،
وبعدين بدك تسامحنا معلش، يعني تجربة. أولا عم نحكي عن شاعر فريد، عم نحكي عن حالة خاصة، وعم نحكي بعدد كبير من الضيوف. يعني أنا حابب مرة تانية كمان أعطي كلمة. إذا عم بتلاحظ بتلكئي بالكلام، لأنه هذا كل 20 كلمة بحاول بعملها بكلمة، يعني ما فيني أحكي عن حامد بهالسرعة. يعني أنا مقدر، وأرجو أنك أنت كمان تقدر الظرف، لأنه المسألة كلها سوا. نحن كنا حابين نحتفي بشخصية مهمة جدا بأكبر عدد من الأشخاص يكونوا موجودين. عادة بيصير في ظلم بوضع مثل هذا، ما حدا بياخد حقه بصراحة. كل واحد بيقدر يحكي شيء بسيط. مثلا أنا متأكد أنه ما أعطيت حقه أنا لصاحب الجائزة، ما قدر يحكي، ما قدر يعبر عن كل الأشياء اللي بداخله. كمان الدكتور ما قدر يعطي كل الأشياء. لذلك وقت فيصل قاسم تجي سؤالنا برستكي سؤالنا جوابي خبرت دبي يلا بسرعه اجا ناك دبي وقتي خالص قال لك اجبر دبي جوز بجنب فيصل القاسم ازدش تجمره تفرس جمكريه از دسال سركاري بخبتي ما از ده شورا بيجمچ يعني از مات از مات تشتي قلت كاربيش ماربيش كرم اخوره ولو تشتغلوا از اختصار دكم بشترا ما زماني نابي خشيه بشرا برهمي كردي ابو برهمي كردي بري من مستد حمد الفتاح سلاب ريزي مجوير هنا ديوانا بنابي الشيء وي بيشكيش كربو بلكي هاي مستد ابراهيم جدي هذا كده هيا بشتي او دحزر حفتاد ابو باورم وي بيش نابي خشيه بيش بوتين دي نابو وبشتي ما عربي درخست صالكي أنا صالكي قلت هيك كرديجي هنا وهيك كرديجي بشتي ما درخست ما برن شاباني كسياتي غلور دركت قلت حامد بكردي نزاني والله ما قلت حامد بكردي زاني دليلي يا أبجي خطا محمد عزيز شاكر أبجي خطا محمد عزيز شاكر دست في سبيل جامعة هنا بالجام خادينا حياة من ابتدى كار بكم والله من ديا فؤاد وابو فؤاد من عاجز ذكر من فرد ذكر من خلقس ذكر من بابي خبرت ذكر جيراني من بابي ابو حامد من دست في سويدي من بخطا ويدي يا زدي حتى من تصني شاوت ابي حامد بكردي نزاني ما تشاب كرن والحاصل صار مال بارناد مجالات الريجستر دان كربو جارنا بر ايرش كربو خمنا كي او جداركات ليه مخابن دابا او درخستي مشاندي نابي خدشي بيروتي مشان شامد داجي داسبيكا في حرب سوري بي في شاربي ويجي قلت مشاندنا بيروتي يجي اتصال قطبي تليفون باما قطبين اج حميد دنيا قطبين زمانك تشو ما همتي بورين تي بوتشو اجا بالي دسرا برايمن حسن محمد طبيب والشاعر الحبيب مره قلت والله تشتكي البرامج كانت طبعا تشتكي ولا موجود تشتكي نايم انا موجود حامد امانه استمده ميه دريا ودركه بولي ويجي بريا وي وكملايا شيا باورم لالمانيا بنافي باي تشيا حامد بدر خان شيء وابدو دني از نهار رابري ودكم حدو بنافي باي تشيا ما كان مجله ديكي والولغه طلع كرام زور لا بالعكس تشتكي زور خشش مرقوت وتوقو صورة معفو بك هجر ما غلطكر بحمدي خبتر يا بهوالا ودوستك وحاضرن بميفاني مرة لأنه قدري وحمول بامن هي ومحبتي وحمود دلي مد هي از دو خازم في حلقة هاني ختام بكن مع صاحب الجائزة هجر فرصة بدي ما تشتكي جمر بيجي ضميري ويد وجداني ويد كشاعرك كرد شاوى ظروف كرد بينه وشاوى شاعري ما بس اما دقوا تمابيل كده ام بيجن بيروز بو بو مستوى حسين ما بيل كده مو انا جيت المزور كده فرمو اخ مسعود يا اخ مسعود بيجا الو بيجا دكتور احترم معك دكتور معك انا قبل ما تخلص انا من شي 30 سنه سمعت قصيده بعد هذا ما يحكي الاستاذ حسين
نعم سمعت من الأستاذ حامد قصيدة باللغة التركية نعم وترجم لي إياها هيك يعني شفهيا، يعني فهمت علي؟ فهذه القصيدة ما زالت في رأسي يعني، وهلا هيك على السريع ترجمت، بحب أقرأها. أنا ما بعرف هيك هالقصيدة ضلت في راسي وحبيتها كثير يعني، بحب أقرأها كمسك ختام. اسمح لي أعطي الكلام للأستاذ حسين، بعد منا بنسمع قصيدتك وباخذ كل الضيوف تمام. ختام، كل واحد فيهم كلمة كلمة لحتى نرضي الجميع وما حدا يكون زعلان. عم نحكي عن شاعر كلنا بنحبه وكل واحد فينا حابب يعبر، فأنا رح أسمح بإني أتجاوز، بنعطي بالكلمة لصاحب الجائزة وبنرجع بنعمل جولة أخيرة للجميع، كل واحد كلمة كلمة. تفضل أستاذ. براستي أنا دخوازم بيجم حامد وك دكتور حسن قوتي بمستبج مرة وي بربي ما دابر هالبستي ونبيس عندنا هالبستي يعني تبي جو بشي دم دريج بشي نبيساندن ازموناك بلند ودريج من هالبستو من وقت بين الريك دنقرت يعني ما الرياح حامد بي وازبوار دكم هالبستو من تجاري بن باندورا هالبستا حامد نما بي ليه وك مروف وك كسايات وك روشنبير وك مروفك ريزدار لقن لحمود دفران لحمود جيان حامد بتجيبي قالك بلنبي قالك وقت بين جي قدريبي وخلكي ريزيوي دقرت يعني لقن ديشي وقت بين يعني وقت دكتور حسن قوتي يعني خلاف السر حامد تنبش برقو حمور ريزيوي دقرت كاركرا جوتيارا زان مزنا بچوكا حسكرنك بطايبت جيرا دكرن يعني دهات سركعنياش يرود نشت خلق الدوري دجفيا يعني براستي تكسي او يعني نكاني وقت بقوتو حامد وصايا بلكي بتزيد قوتن لي بس براستي جي ريزيبي الحموجيا جبر ويجي وي بربي مدو برهالبستي وي وقت بين حسكرنا مروفاتية دمادو زيداتر بيترش كان حسكرنا وقت بين شيء قندي شيء وقت بين زيتون شيء كانيا شيء مروفت شيء حسكرات مادو كان لي براستي از دخوزم في سيرفي تأكيد كم بيجم هالبستو من ريو قرتي نريو حمد بدر خان يعني جي وقتي بر بدير كات يعني آلي نبيساندني دو هبجي وقت بين جي أزمونيتي خواندنيتي دميتي دم هات قهاتن دم أوتي دو دجي وقت بين برنجي كي دبي دم ما برنجي كينا يعني براستي أف تشتكي بر أو بي يعني ليه بندورة وي بنجهين لسرما وي براستي بربي ما دوبر هالبستي ونبيساندنا هالبستي. زور سباس زور سباس دكتور، نحن معك نسمع القصيدة. أبو ورقي مطعمي كل سنة بس عندنا مو مستوى. أوه فرموا دكتور. دور إلي؟ تفضل. ألو. تفضل دكتور. صوت مسموع؟ مسموع نعم. في تقطيش ما بعرف أنا ما بسمع مظبوط. اوكي نحن عم نسمعك. اعتقد من شيء عم تسمعوا مو؟ نعم. اوكي هالقصيده انا مره زرت الاستاذ حامد ويبدو انه كان كاتب القصيده يعني جديد فكان يعني عم يدور على واحد يقرا له. نحن كلياتنا هيك بصير معنا لما بنقرا نكتب شيء جديد هيك بنحب يعني ناخذ راي حدا يعني. القصيدة كانت باللغة التركية، أرى لي إياها هيك بانفعال شديد جدا. أول مرة هيك بشوف حامد بدرخان بيحرك جسده وكذا. بهذاك الوقت حامد كان مريض وكان رايح على دكتور قلبية، كان مانعه من الشرب ومانعه من الدخان ومانعه من كل شيء. فعم بيقول يعني أنا هلا هيك نحن عم نحكي كتبت وإن شاء الله هيك بس أوصل الفكرة، ما تواخذوني على بيجوز يكون في اخطاء او كذا يعني. اوكي؟ قال: رفعت كأسي وقلت لذاك الواقف
مقابلي في المرآة شرفه بالتركي يعني بصحتك يعني. فرد علي شرفه، وبدأت الغيوم تتجمع في رأسي وأضاء البرق خلايا دمي. فنظر إلي ذاك الواقف في المرآة بسخرية: أي شرف هذا وأنت تشرب كأسا فارغا؟ فضربت بكأسي وجه المرآة، وتهشم حامد الذي كان يقف مقابلي، وبقي حامد المريض وحيدا هنا. جميل. وشكرا. استاذ جان كورت. ايوه دنجي خوش مربجة تشبه داوي جوان حاب. والله كك دكتور تشتكي قالك قرن قلت از خوز ملاحظه كلا اضافه بكم دي سال 6 نوادا حامد لمماند كو بتركي جهنك شعري بيهنا من ناخذ از جي ببيسم مش بالكم مش تركي حزنا ذكر بس مجي برسكر مجو استاذ حامد مجو ما مستوى تكيه برساي لازم الكتابه ويدا بيذكرندن نقول يعني حمزه توف وفلان 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 دشي سال لوركا دشي كاسترو دشي فيرف ما مستوى تكيه قلت ناظم حكمت وازقلك تأثير بما بناظم حكمت جناب شاعر الجهاني مخاص از فيجوار بيج زور سباس وهذه فقرة أول جي شعراوي از لكشتري لوركا ديجارم مخاص شعراوي هما دقاني بكي هذا دقا. أستاذة سوزان فنانتنا نحن نريد نسمع صوتك بالمعنى بهاي يعني بالختام تسمعينا يعني تقولي لنا شيء. بدي احكي في له شعر بالكردي كتير حلو اذا بقدر بسرعه اقرا لكم اياها. تفضلي. بهارة رنجينا بقولوا أبينا سينورة دلق من وقت عفرينا سرقة البرينا يكمم يكدينا بدوستاني أمشيكن ولا رؤيتا تشلنجا حمرين وصيفانا بدور ما جفاتا كتشا وفرطانا زينا زيداني كلي كبوطاني ابن دارة شعيب جزوزان وهاتا شعب انت دريايا من بحر واني بحر سيران وبندو ديلان بوجي قرخين ويلمز مجان قربانا بنت النك بنت نورة ولات باي أبينا ياري باي كدينا باي أبينا ياري باي كدينا ما يار تشكسه يار تشيه جدل بهشتو جينا دجاه فرقته إيمان ودينه دل خشية وتف حجرته خبأته. هالشعر كمان كنت عاملته أغنية. بشكر الرابط بشكر كل المساهمين وكل الضيوف والكل له يعني جهد في مساعدة حامد وفي طبع الكتب وفي إلهام حامد. تعلمنا من حامد وعالم حامد علمنا. فالدنيا بهالشكل بيكون الإنسان اللي بينتج إلا وقت حامد دقوت تداريخ تم أو بدأ إلا جولددن. كثير كان يحب الورود. شكرا. خلصت؟ وين الرئيس؟ مسعود خد رست بك. أنا خلصت كلامي. ممكن أستاذ عبد الباقي مسكين بالكنترول يتواصل معه لأنه يبدو الإنترنت عنده قطع. عموما كتبوا إنه إبراهيم يكمل. فأي أستاذ مسعود رجع. عموما لبين ما عم تسمعوا صوتي مو لبين ما يرجع الاستاذ مسعود، انا في ملاحظات هيك صغيره على كلام الاستاذ جان حكاه. طبعا شكرا له، اثار موضوعات كثيره. انا حاورت استاذ حامد، هناك حوارات افتراضيه.
هاي الحوارات الافتراضيه شلون كانت؟ عباره عن مقطوعات من شعره، انا جبتهم عملتهم اجوبه على اسئله انا وضعتها. وهناك حوارات حقيقيه تمت، احد الحوارات نشر ورقيا او نشر انذاك، وهناك حوار مطول على الفيديو، وهذا الحوار موجود على صفحتي او على قناتي التي لم افعلها على اليوتيوب، وهي موجوده في بيت ابو فؤاد، وموجوده عند الاخت مولوده وعند الاخ فؤاد. اتمنى طبعا سبب عدم نشرنا للفيديو من حوالي 30 سنه تقريبا هو انه الصوت، طبعا الفيديو نشر مرتين، المره الاولى تم تصوير الفيديو وما كان ناجح، المره الثانيه الاخ فؤاد بعت كاميرا واتصلوا معي اسرته، الام نازله والاخت مولوده وابو فؤاد اتصلوا معي مشان اجري الحوار بناء على يعني مقترح من حامد نفسه، طبعا بناء على اتفاق بيناتنا. فالصوت ما كان طالع، على اساس انه الاستاذ ابو فؤاد يعني يقوم بتفريغ الصوت، وطبعا للاسف الحرب بدات ولم نتمكن من ذلك. المهم اعود الى ملاحظاتي على كلام الاستاذ جان. الاستاذ جان يعني اثار نقاط مهمه، فعلا هو كان يتحدث عن قصائد له منشوره في الجماهير. طبعا هذه القصائد حدد الاستاذ جان انه هي بال67، نحن طبعا ما عاصرنا هذيك المرحله، لكنه كان يتحدث عن تلك القصائد. ايضا كان يتحدث عن قصيده له نشرت على الصفحه الاولى في اللوموند، يعني في الحوارات التي اجريتها معه كان يتحدث عن صحيح. طبعا كيف القصيده، اي قصيده كانت، طبعا انا لا اعرف. مساله خط حامد، طبعا الخط الجميل هو خط الاستاذ ابو فؤاد، يعني الاستاذ رشيد عبد المجيد كان خطه جميل، هو الذي كان يكتب القصائد. خط حامد كان فعلا متواضع، يعني للتدقيق المعلومه للاستاذ جان، هو كان يدون يعني يملي القصائد عليه او يكتبها بخط عادي جدا او خط يكاد يكون غير مخروط، والاستاذ فؤاد كان يدقق يعني يكتب القصائد بخط جميل. وهي نسخه اعتقد موجوده عند صديقنا العزيز محمد حم كوتشر يعني. مساله انه هل اول قصيده نشرت يعني في 67 ام بال 76 77، انا عندما قلت انا معلومتي الدقيقه نعم، هو نشر في صحيفه الجماهير، لكن هذه القصائد لم تكن منشوره، يعني لم تكن توزع على مستوى سوريا، كانت توزع على مستوى محافظه حلب، وكان حامد معروف بوساطتها، ولكن حامد دخل يعني فرض اسمه او فرض على المشهد الشعري بعد نشر قصائده بهذا الزخم. طبعا القصيده الاولى في ملحق الثوره الثقافي، وتاخر طباعه ديوانه حتى سنه 83 الديوان الاول على جروب اسيا، ومن ثم بين الهجران يعني الديوانين. مساله الشيوعيين طبعا انا واستاذ جان يعني حدثنا عنها. طبعا هو تحدث عن شيوعي واحد له موقف من البرزاني، طبعا هذا لا يمثل الشيوعيين، وانا قلت له وقال انه ربما هذا الشيوعي الذي كان من منطقتنا هو المعني. يعني هذا المثال لا يعمم، الشيوعيون لم يكونوا كلهم ضد البرزاني، هناك لقاء بين البرزاني وبين خالد مقداش، يعني وهناك احيانا بعض الاكاذيب تروج، ولكن هذا الموقف طبعا لم يكن معمما. اقولها يعني للتاريخ، وكان حامد بدر خان يعني مقدرا من قبل الشيوعيين بشكل عام. وهناك معلومه للتاريخ اقولها لاول مره، كان اسمي واسمه مرشحين، كان الاسمان مرشحين لنذهب الى الاتحاد السوفيتي السابق قبل الانهيار، وانا طبعا ذهبت الى جيش يعني، والموضوع لم يتابع. ومن كان رشحنا انذاك المرحوم صديقنا الثالث المشترك والقيادي بالحزب الشيوعي كان نبيه الشيدات رحمه الله. شكرا، هذه الملاحظات كانت موجوده لدي. عفوا انا انقطع التواصل والان رجعت معاكم. بحب اسمع الاخ فؤاد وزوجته كمان يقولوا لنا شيء باخر هاي الحلقه. طبعا كثير
نشكر جميع الأصدقاء. بالجملة أصدقاء حامد والتحالف الجميل لضيعة شيء، صغارا وكبارا وشعراء وفنانين، على ما هو يوجد. لأني أنا شفت هذا الشيء طبعا بمحبة ضيعة شيء قنديشية حامد بر تقدير كرم بر مازن كرم از سپاس دکم براستی وقال لك سپاس إضافة لمحمد قوچر جيدان كرم بر إنسان هانا أوليكوري استاذ محمد جي كرم وقال لك إنسان هانا لكلاكي حامد ساكنين وأز وك شهد على حر إنسانك هاتي أجيرة تطاوينم وأسباستك ونا جائزة بس أو يعني أسبيروزك مجي كسيرو لأن إنسانك مستحقة ووقت دبن قنديشية جي مستحقة لأني ناج قنديشية حامجي مازنادبي لا بحسكرني وانا وباحترامي وانا وبحر تشتكي أول لأني وقت بهوجي حسكرني خو هنر وج حسكرني خوج حامد بدر خان قال لك سباستك إنسان نجي مازنن وإنسان باشر يعني أزوازور سباستك وشرفك مازن أمهرو بهفرنا قالي استاذ حامد جدك ساعتي واحد زور جاري خوش وزور سباس اجحمكرا أشي مرحبا جوا جيارة لما كبر خوشن از نوازم شوروا قلتي أنت كيرار بكم بس از تشتكي بيجي محمد نظرك بالسياسي وبعد نظر رمذهبي تقول ثورة أكتوبر 10 أيام هزت العالم، سوف تهتز العالم مرة أخرى. مش يجي برسك الكدرة قبيلنوك دبيلي تشو واشنطن بي قالك سباس وقالك سباس ميباني ماكيارا ساعتي واخوش قالك سباس. أستاذ محمد ختام المسك من فيصل قاسم لإلك. دنگ ناي دنگ هيا إيستا هات إيستا هات سپاس بو حمیان جارکدن ما مستحسن پیروز دکم و باشتاری و حمیان بو حمیان سپاس و این تماشا دکن و دبیسن همانی شاک بچوک بهیدیا من نا انسانی که داهینه رکی وک حامد وك محمد علي الشاكر وك جيجار خوين وك أرسطو إلى ما هناك من المبدعين في العالم ناقراك بس بمناسبات دا عم جوي خو بي بخاملين يعني يا شروع خو بي خوش بكن يا خو إظهار كن ولا عم في شخصين رسكن كمن يحفظوا حكمة ولا يفعلوا فيها يعملوا بها يعني قراك يعني حرمتي وانا ريزي وانا دجيوني وانا هابي يعني طبعا أرسطو وأفلاطون وإلى يومنا هذا ضاهينار مبدعين بالشكل عام بالروشك يعني للأسف خرب العيشن نلا أنه نكون بعيشن وك قاصدوك هاي دبي نامن زوني عيد ميلادي خون زون بلانو كتيرة نو دبي لانو أنا بوش بين يعني تصور كفكرة شقة عظيمة يعني إنسانك ينابوش بروك تشكي دسعة وشارك يعني أنا بحثي كيف كيلو فهو حال المبدع فبتمنى ما يكون المبدع بشكل عام الراحلين والقادمين والحاضرين ما يكونوا هيك مجرد بوكيت ورد من نبرزه بالمناسبات أو منشوف حالنا فيه يعني. وملاحظة جدا يا سيدي حامد بدر خان ما نذكر بس هنك وكي رشيد عبد المجيد هنا جنود مجهول وكي فؤاد هنا وبرن از بوارد كم برن لحر لاني دبي شو دبي خلف كل رجل عظيم امرأة خلف كل رجل مبدع أشخاص إنسان صنيعة غيره جراك مرة تقديري وين بكي جراك مرة بينك بتمنى حلقة مميزة مستقبلا عن سيد رشيد عبد المجيد سيدي نازلي إذا ممكن يعني. وآخر ملاحظة بتمنى يكون بالمرة القادمة
الإدارة والتنسيق بالمونتاج والتوزيع يكون أفضل. تحياتي للجميع، واعذروني على أي ملاحظات. في بس مشان الأخ جان كرد، أستاذ جان كرد، في معلومة عندي هون بيقول معارف أستاذ حامد آنذاك أنور محمد رشد رمضان هابي مولباتو الجندي ترنا بنجاح أبطال هيا نظيغة شيء ياك ممدوح سليم موان لهيا جلالات بدر خان روشن بدر خان ومولباتو الجندي ترنا خالد هيا منزل هيا محمد هيا علي هيا وهلبات بابان جارجي سيراتي خا وفيديو خا بودي خان راب جليل جاسم سلاو العسكر بوي دامي دوات المالية أبو فؤاد وقت صالونك أدبي لعبدت الجبين وجدير كوين وتنطر الناس باسي وداتكم جربن في لزبايبو كاك حسين ومستا هذا سبان إما وبيبيو كو أب روشة شو عندي باشتر بلاو بدي سبوس. أستاذ إبراهيم عندك كلمة أخيرة؟ شكرا صديقي. بالنسبة لحامد واللغة الكردية، أنا ذهبت إلى بيت الأستاذ فؤاد رشيد عبد المجيد ووجدت قصائده وهي مكتوبة بخط يده باللغة الكردية، يعني كانت مكتوبة على دفاتر. نعم هي. وهذا الكلام في تسعينيات القرن الماضي. نعم هي. ورد سؤال يعني من طبعا ألمني أثناء تشييع جنازته أحدهم، يعني ونحن نشيع جنازة حامد إلى مثواه الأخير، أحد المتكلمين أحد المتحدثين لامه بأنه لم يكتب باللغة الكردية، يعني بلغته الأم. طبعا أنا شاهد بأنه كان قد كتب وكانت القصائد يعني باسمه. أحدهم الآن أحد الأخوة سأل، أعتقد هو المهم أحد الأخوة سأل طرح سؤالا أنه هل ديوان تامارا هو لشاعر وليس بمستوى حامد؟ طبعا أنا لم أقرأ، يعني كانت لدي نسخة أرسلت لي عن طريق الأستاذ محمد حمكوشر إلى القامشلي ضمن الأعمال الكاملة لحامد. طبعا وكتبت عنها أنا في جريدة البيان يعني قراءة، ولكن وكان لي مخطوط يعني عن حامد على أساس أنه ينشر وهو موجود في القامشلي، ولكن للأسف يعني مرت فترة طويلة أنا منقطع عن قراءة حامد يعني. ولكن الشعراء الآن الأستاذ حسين تحدث عن مسألة بأنه ببداياته كانت يعني في مسار محدد. الآن يعني قصيدته الآن يعني تحفر طريقها بشكل مختلف، وهذه حقيقة. وأحيانا الشاعر قد يكتب نصا ما يكون حتى دون القصائد الأخرى. طبعا لا أقول هذا من زاوية نقدية، ولكن أيضا أحب أن أشير إلى آخر نقطة، بأن لدينا حلقة أخرى. يعني بعض الزملاء اليوم لم يشاركوا، منهم محمد دلي سيشارك طبعا في حلقة أخرى، الأستاذ حيدر عمر سيشاركون في حلقة أخرى. طبعا ستكون هناك قراءات نقدية، الأستاذ حسين أعتقد سيكون معنا إن شاء الله، يعني ومن شاء يعني. فسنتوقف يعني سنتناول تجربة حامد نقديا إن ممكن، أو نشكل مقاربات من تجربة حامد. شكرا لكم ومعذرة عن الإطالة. أشكركم جميعا، كانت سعادة كبيرة لي أن أكون موجود بينكم. هو حلم عابر كما قال أستاذ إبراهيم، لا نعرف إلى أين سيعبر بنا، ولكننا نعلم بأننا سنكرم كبارنا وسنجعل ذكراهم حاضرة دائما موجودة بيننا. شكرا لكم، شكرا لكل الضيوف. أعتذر إذا كان هناك بعض الأسئلة من الضيوف لم نستطع أن نطرحها لأن الوقت ضاق علينا كثيرا وقد طالت الحلقة. أشكر ضيوفي جميعا الذين أتعبتهم معي، وأعتذر إن كان بدر منا أي شيء خلال هذه الحلقة. لكم مني جميعا كل الحب وكل التقدير. شكرا.